قصتنا بتبدأ بولد اسمه شين، بيكون موظف مكتب وحيد بس بيتولد من جديد في عالم سحري بقدرات سحرية من مستوى اس. شين ويلفورد كان عبد للشركة اللي بيشتغل فيها في اليابان الحديثة وما كانش عنده حياة، عشان كده كان بيشتغل ساعات إضافية بدل ما يخرج مع زمايله يشرب حاجة. في يوم من الأيام بعد ما خلص شغل إضافي وهو ماشي في طريقه للبيت، فجأة بيتوه وهو بيفكر في نوع الحياة اللي عايشها، ما بياخدش باله من عربية نقل جاية عليه وبتحصل له حادثة بتنهي حياته وبتبعته لعالم تاني. بيتولد من جديد في عالم مليان سحر وأبطال خرافيين والشياطين. أول ذكرى ليه بتكون من حطام هجوم شيطاني وهو الناجي الوحيد. بيلاقيه ساحر اسمه ميرلين اللي بيتبناه. شين بيعيش كحفيد ميرلين والطالب الوحيد ليه في بيت معزول في الغابة بفضل معرفته وتفكيره اللي اكتسبهم من حياته في العالم الحديث. بيبقى استثنائي في كل حاجة بيعملها سواء كان سحر أو مبارزة بالسيف. في يوم شين اللي عنده 8 سنين بيدخل الغابة علشان يصطاد العشاء بتاعهم. بيستخبى في شجرة وبمساعدة سحر بتاعه بيصطاد كام فرخة مش واخدين بالهم. كمان بيصطاد خنزير بري، وبعد ما بيرضى عن صيده لليوم بيرجع للبيت وبيوريهم لميرلين. ميرلين بيبقى معجب ان الولد استخدم سحر الرياح علشان يصطاد الخنزير لان ده انسب سحر للصيد، وبعدها بيقرر يختبر مهارات شين في السحر وبيقول له يولع شوية خشب. شين بيعمل ده بكل سرور عن طريق تخيل عملية الاختراق في دماغه، وبتتكون عملية الأسئلة في دماغه. هو فرحان سرا انه مش مضطر يقول تعويذ بصوت عالي علشان يعمل سحر في العالم ده، والا كان هيموت من الاحراج. في اللحظة دي معلمته في المعدات السحرية ميليتا بوين ومعلمه في السيف مايكل كولين بيجوا للكوخ. ميليتا ناشطة في بيكيجا وبتعنف شين على صيد الخنزير البري، وبتقول انه ده خطر جدا على واحد في سنه، لكنه بيشرح ان الموضوع مش خطر قوي لانه كان لابس المعدات السحرية اللي عملوها مع بعض واتدرب كويس مع مايكل. وبعد سنتين ميرلين بياخد شين يصطاد شياطين لانه شايف انه لازم يحارب اعداء اقوى. وبعدها هو بيشرح ان الشياطين بتتولد لما الحيوانات العادية ما بتقدرش تتحكم في الطاقة السحرية اللي بتمشي جواها، وده بيخليهم يتجننوا، وده ممكن يحصل للبشر كمان رغم انه نادر. من زمان انسان اتحول لشيطان وكان هيخرب الامة بتاعتهم، لكن لحسن الحظ ميرلين هزمه واكتسب لقب بطل الامة. ميرلين بيعلم شين تعويذة البحث السحرية اللي بتشمل نشر المانا من جسم الواحد في طبقة رفيعة جدا. لما تلمس تعويذات سحرية تانية المانا بتتفاعل وبتحدد مكانهم. ميرلين بيقول ان التعويذة دي بتحتاج وقت طويل وتحكم عالي في السحر علشان تتعمل، لكن شين بيصدمه انه بيستخدمها فورا باستخدام تعويذة البحث، وهو بيقدر يراقب مخلوقات وناس من بعيد. وفجأة بيحس بطاقة شريرة جاية من اتجاه معين. ميرلين بيأكد ان الطاقة دي جاية من شيطان وبيجروا المكان الشيطان اللي بيفرز هالة مظلمة. بعدها شين بيخرج سيفه بدون تردد وبيتحرك بسرعة ناحية الشيطان باستخدام سيفه اللي بيتهز بمستوى فوق الصوتي وأحذية نفاثة علشان يتحرك بمهارة بتاخد منه بس كام ثانية علشان يقتل الشيطان. حتى ميرلين ملحقش يحذره من المخاطر لحد ما شين قتل الشيطان وما قدرش غير انه يقف مذهول. فشين بيسأله اذا كان عمل شغل كويس، بيقوله انه يمكن يكون كسر الرقم القياسي العالمي لأسرع صيد للشيطان. بعدين بيسأل الولد استخدم نوع سحر ايه علشان يسحر سيفه. شين بيتجاهل السؤال، مش عايز يكشف ان عنده ذكريات من حياته السابقة، لكن هو مش عارف ان ميرلين والباقيين مش شاكين انه جاي من عالم تاني. تاني يوم بيتدرب تدريب قتالي عنيف مع مايكل. بعد التدريب ميرلين بياخده للجبال وبيكشف له انه مش جده الحقيقي وانه لقاه في حطام هجوم شيطاني. فشين بيسأله عن اهله الحقيقيين، لكن ميرلين بيشرح انهم كانوا مصابين لدرجة انهم ما كانوش عارفين ان شين عنده شوية ذكريات خفيفة عن اليوم ده وهو متصالح معاه. بيقول لميرلين ان بس بيعتبره هو ومايكل وميليندا عائلته لانهم ربوه، والكلمات دي بتخلي ميرلين يعيط زي الطفل الصغير. وفي عيد ميلاده ال15 بيتعمل حفلة لشين علشان يحتفلوا ببلوغه، وكان في ضيوف مميزين في الحفلة بما فيهم راجل بيعتبره عمه ديسيوم ومعاه حارسين كريستينا وزيجفريد. واثناء الحفلة بيسألوا شين هيعمل ايه لما يبقى راجل، فهو بيقول انه عايز يستكشف مدينة قريبة لانه عمره ما ساب الغابة ومش عنده هدف غير ده. كريستينا بتقترح انه ينضم لفرسان المملكة او يبقى صياد شياطين. الكل بيكملوا يقدموا اقتراحات، وبعدين شين بيكشف انه مش بيعرف يستخدم الفلوس، وده بيخلي الكل في صدمة. وبيطلع ان ميرلين علمه السحر بس ومعلمهوش اي حاجة تانية، لكن الشيخ الكبير فاكر ان الامور هتمشي. شين بعدين بيستخدم تعويذته الخاصة اللي اسمها البوابة اللي بتخليه ينتقل لمكان تاني باستخدام مبادئ ثقب دودي. هو بينقل كل البرية لاختبار سحري، وميرلين بيشرح مدى خطورة ان شين يستعرض تعويذته الجديدة في الغابة. ميرلين بيقول لهم يستعدوا، بيأمر شين يستعرض تعويذته. شين بيبدأ بتخيل نار غاز قابلة للاشتعال ويضيف لها اكسجين اكتر من المعتاد. النتيجة بتكون شعلة زرقاء بتصدم الكل، لكن
ده بس البداية. شين بعدين بيضيف هيدروجين وبيضغط كرة النار الكبيرة لنقطة واحدة قبل ما يطلقها على تل قريب. الانفجار الناتج هيكون زي قنبلة نووية صغيرة، والانفجار ده بيخلي الكل يخافوا خصوصا ميليندا، والعرض ده بيخلي المجموعة تستنتج ان من الخطير يسيبوا موهبة زي شين تروح في اي مكان. ديسيوم بيلاحظ ان ممكن يخل بالتوازن بين الامم ويخلي كل ملك يحاول يتواصل معاه، وبيقترح ان شين يدخل اكاديمية السحر. لكن ميرلين مش بيحب الفكرة دي لانه كده شين يبقى جزء من اصول امته، وبيطلع ان ديسيوم هو ملك مملكة ايرل الشايد، والشين الوحيد اللي مش عارف. كريستينا حارسة ملكية، وسيفرايت مرافق ساحر للملك، وحتى مايكل متقاعد قائد الفرسان للملكية. شين مندهش من الدايرة الاجتماعية اللي بالقدر العالي ده، وديسيوم بيقول له ازاي تعرف على ميرلين لانه كان مجرد طالب لما قام الشيطان البشري بعمل فوضى في امتهم في اللحظة التي كان فيها قرب خلاص انه يتقتل على ايد الشيطان. وظهر ميرلين وميريندا باستخدام سحره مع مهارة معداتها السحرية هزموا الشيطان مع بعض. مش بيصدق شين انهم كانوا في نفس الحفلة مرة واحدة، وسابوه مصدوم لما يعرف انهم كانوا في الواقع زوجين متزوجين. بعد كده بيقول ديسيوم لشين انه هيكون قادر على فهم طريقة عمل العالم وتكوين شوية اصدقاء اذا دخل الى اكاديمية السحر، وبيأكد له انها ديمقراطية ومفيش مجال للتأثير او امتيازات النبلاء. وبيعرف ميرلين كمان انه مش هيقدر انه يخلي شين معاه على طول، ويوافق على السماح ليه بالاشتراك في اكاديمية السحر. بعد كام يوم بيخرج شين مع ميرلين وميليندا ناحية العاصمة لامتحان القبول. بمجرد ما يوصلوا عند نقطة الفحص في العاصمة، وقتها بيصاب الحارس بالخوف لما بيشوف هويات ميرلين الحكيم وميليندا الجورو. بينتشر خبر وصولهم في المدينة كالنار في الهشيم، فبيستعجلوا الى قصرهم، وهناك بيرحبوا بالتونسيين والخدم، فبيجروا بسرعة لقصرهم. وبيروح شين للسوق وبيستمتع باكتشاف الحاجات، بس في النهاية بيضيع في الحارة. فجأة بيسمع صويت بنت بتتعرض للتحرش من 3 رجالة. بيتدخل شين وهو قرفان من سلوكهم. بيحاول واحد من الرجالة ضربه، بس هو بطيء جدا بالنسبة لشين، بيتجنبه بسهولة وبيرمي الراجل ناحية الأرض في لحظة، وبيضرب التاني ضربة سريعة. وبيخرج الراجل التالت بسرعة بسكين وبيجري ناحية شين، لكنه ببساطة بيمسك السكين بإيده وبيخرج الراجل بضربة سريعة. بعد كده بتسأله البنت إذا كان متصاب في أي مكان، بس شين بيقول إنه بخير. بتيجي صاحبتها كمان علشان تشكر شين، وبيقع في حبها من النظرة الأولى. في مطعم بتقول البنات على أساميهم، وهم ماريا وسيليسيان، وبيكتشف إنهم كمان عندهم امتحان علشان يبقوا في أكاديمية السحر زيه وبيبقوا صحاب. بتبدأ ماريا المعجبة الكبيرة بالأبطال بالذات ميليندا بتتكلم من غير توقف عنهم وإزاي هيدخل ابنهم كمان الأكاديمية. وقتها بيحس شين فجأة إنه مش مرتاح ومش عايز يقول هويته، فبيقرر يدفع ثمن المشاريب قبل ما يمشي. وفي يوم الامتحان بيحاول شين إنه يلاقي طريقة في لوح الإعلانات، بس راجل غريب بيحاول يلقطه من كتفه ويمسك دراعه كإجراء روتيني. ولكن الولد الغضبان اللي اسمه كورت بيبدأ في الكتابة عن موقف عيلته وبيهدد شين. لحسن الحظ بيظهر الأمير المتوج أغسطين وبيفكروا بالعقاب لو استخدم موقعه كشخص معروف في المدرسة وبيحطه في مكانه. بيقرر كورت ببساطة يمشي بعيد لأن مفيش أي حد عايز إن يكون ليه أي نوع من العداوة مع العائلة المالكة. بيحس شين بالصدمة لما بيكتشف إنه ابن الملك ديسيوم، وده لأنه بيعتبره عمه. بيقول عليه أغسطين اسم ابن عمه، وده بيخلي أغسطين يضحك من الطريقة اللي بيعاملوا بيها لأنها طريقة عفوية خالص. بيخلص الكل الامتحان المكتوب في القاعة، وبعد كده بينتقلوا للاختبار العملي. بيحس شين بالحماس علشان بيشوف ساحر تاني بيعمل السحر، ولكن بيحس كل اللي موجودين بالصدمة لما بيبدأ عيل بالترنيم وبيحضر علشانه لهب صغير. ولكن الكل بيبانوا معجبين ما عدا شين اللي بيحس بالإحراج. مش بيقدم المرشح اللي بعده أداء أحسن ولا الأخير، وبيفضل شين قاعد يراقب بس بخيبة أمل. لما بيجي دوره بيقول له المدرب إنه لازم يحافظ على قوته تحت السيطرة علشان هو جاله تحذير من الملك. بيقلل شين من قوته لحد أقل حاجة، بس برضه بيكون قادر إنه يدمر الأوضة. النتيجة بتطلع وشين وأغسطين بينجحوا. بيروحوا يستلموا الزي المدرسي اللي بتكشف موظفة الاستقبال إنه مسحور بسحر دفاعي. بتقول لهم ما يسحروش الزي بنفسهم، فشين بيسألها لو يقدر يخلي ميليتيا تعمل ده، فبتوافق وبتقول إنه كان أعلى درجة في امتحان القبول ولازم يقول خطاب في حفل الافتتاح. شين بيحاول يخلي أغسطين يعمل الخطاب، بس أغسط بيفكروا بقانون منع النبلاء من الامتيازات. بالليل شين بيقرر يغير السحر بتاع المدرسة بقلم خاصه، وبيخترع سحر جديد مش بس بيعمل دفاع، كمان بيعمل شفاء تلقائي وتحويل السحر لطاقة حركية. مبسوط بإنجازه بيصرخ من الفرحة، وبتسمعه ميليتيا اللي بتتصدم. تاني يوم بتخليه يوعدها إنه ما يقولش لحد إنه سحر الزي بتاعه بنفسه. في حفل الافتتاح بينادوا على شين علشان يقول خطابه، والبنات بيفهموا إن هو ابن البطل اللي كانوا بيتكلموا عنه بهدوء، وبيقول خطابه. وكورت بيبقى مليان غضب وكراهية. شين وأوغست والبنات الحلوين بعد تصنيف الدرجات بيتحطوا في الفصل. سيليسيان بتكشف إنها ملاحقة من واحد عيلته مرتبتها أعلى من عيلتها. شين بيبقى سعيد إنهم قالوا له، بس بعدين بيكتشف إن الراجل ده هو كورت. بيدخل ويحاول يمسك سيليسيان بالقوة، فشين بيوقفه
بيخرجوا كورت بيقول انهم مخطوبين، فشين بيفكر ينسحب، بس لما بيشوفها خايفه بيوعد انه يحميها، فبتقول له انها ما وافقتش على الخطوبه وانه يبطل يفرض نفسه عليها. بيفكرها ان ابوه يقدر يخلي ابوها يدفع الثمن على التمرد بتاعها، بس بعدين اوغست بيدخل وبيقول لكورت انه هيبلغ الملك وبيوعده انه يخليه يمشي، وبعدها بيبدا يضحك على شين انه بيستعرض قدام بنت جميله زي سيليسيان. فشين بيقرر انهم يجوا البيت معاه علشان كورت ممكن يعمل حاجه تاني، فماريا بتوافق فورا علشان فرصه تقابل مثلها الاعلى. اوغست بيقرر يروح معاهم ويجيب حراس يوليوس وثور يجوا كمان في البيت. فشين بيعرف كل اصحابه لجده وجدته، بعدين بيشرح الوضع وبيطلب اذنه انه يغير السحر زي سيليسيان. ميلينيا بتسال سيليسين اذا كانت تستاهل الالتزام اللي شين ناوي يعمله ليها، ورغم ان شين مش بيفكر في الموضوع كده، ميلينيا بتوضح انه بمجرد ما شين يسحر الزي المدرسي بتاعها هيبقى كنز وطني ممكن يتباع بمبلغ خيالي. سيليسين بتبدا تعيط وبتعترف انها استغلت لطفه وهي مجرد غريبه عنه، بتقرر ترفض المساعده وتمشي، لكن ميلينا بتوقفها وشين بيشجعها على الصراحه وبيسمح لشين يسحر زيها المدرسي. الملك كمان بيخلي الكل يوعدوا انهم ما يقولوش لاي حد عن السحر بتاعه علشان الجيش كله هيطمع في الحاجه دي. في النهايه شين بيسحر لبس الكل ما عدا ماريا اللي مش عايزه تتحمل مسؤوليه امتلاك كنز وطني. تاني يوم شين بيستخدم سحر البحث بتاعه علشان يحميها، وهم في الطريق للمدرسه بتشكره، بس رومانسيتهم الصباحيه بتكون مزعجه لماريا. في المدرسه بنت شقراء بتيجي تجري على الفصل، في اخر لحظه البنت اللي اسمها أليس كورنر بتوضح انها كانت متحمسه ليومها الاول في المدرسه لدرجه انها ما قدرتش تنام. شين بيبدا يسال ليه النظام في العالم ده بيسمح لواحد عنده 15 سنه يكون بالغ. المدرس بيوصل وبياخدهم في جوله حوالين المدرسه وبيكلمهم عن الانديه المختلفه للسحر وصنع الجرعات وكمال الاجسام، وبيحثهم على طرح ان شين يحكي لهم عن الابطال، لكن المدرس بيكشف ان في نادي معجبين للابطال بالفعل. بعدين بيقرروا يتعلموا السحر المتقدم بمساعده شين، وبيسموا النادي مجموعه دراسه السحر المطلقه. تاني يوم في المدرسه المجموعه بتكتشف ان كورت تم معاقبته، ولما شين بيسال ليه بيتصرف بعدوانيه بيشرحوا انه ما كانش دايما كده، وانه اتغير لما بدا يروح لمختبر مملوك لمستر شيروم. مستر شيروم كان مدرس سحر بتاعهم في المدرسه المتوسطه وكان عنده عين للموهبه، بس الكل ما عدا كورت ما كانش بيتعامل معاه لانه كان بيتصرف بشكل مريب. سيليسيان بتبان حزينه لانها كانت فاكره ان شين مش هيمشي معاها للمدرسه، ولما كورت ما فانه لسه عايز يمشي معاها كل يوم للمدرسه وبيحمر وشها من كتر الكسوف. وشين بيقول لهم انه بيقدر يحس بالنوايا السيئه بسحر البحث بتاعه، والكل بيتفاجئ ان ده ممكن يشرح ان قوه سحر الشياطين شريره وغير طبيعيه، والناس الاشرار بيبقى عندهم نفس الهاله دي، وبيخلي الهندي يساله اذا كان اصطاد شيطان قبل كده، فهو بيهز راسه. الجميع بينصدم لكن بيبقوا اكتر دهشه لما بيعرفوا انه كان عنده 10 سنين لما قتل الدب الشيطاني اللي طوله 3 متر لوحده. بره الكافيتيريا شين بيحس بوجود شيطان اللي بيطلع كورت اللي بيقرب منهم وبيهجم عليهم فورا بسحر النار بتاعه، بس شين بالعافيه بيصمد، فبيقول للمجموعه انها تفعل زيهم المدرسي بالمانا. ايدين شين بيتحرقوا من شده الحراره لكن شفاءه التلقائي بيديه راحه. بيكتشفوا ان كورت عايز يقتلهم، بيستعدوا للقتال. كورت بيستمر في نشر هاله سلبيه وهو بيتحول لشبه شيطان. شين بيطلب من اوغسطين انه ياخد الباقي المكان امن وهو يحجز كورت. واوغسطين بيتعصب لان شين مش شايفهم قادرين على القتال، تزيد بشكل كبير لحد ما بقى هينفجر. لما فهم ان الانفجار هيدمر المدرسه شين طلع سيفه الصوتي واتحرك ناحيته بسرعه وتجنب هجماته، وبعدين قتله. لما عرف انه لسه قاتل شخص بس اصحابه وصلوا ووقفوا مذهولين انه هزم شيطان. الاستاذ شيروم اللي حاول كيرت تلميذه الشيطان دلوقتي مركز على شين اللي بيبص على الشباك. مع وصول اوغسطين كشف الظروف اللي خلت كورت يتحول للشيطان وانها غير معقوله، واغسطس وافق لان كورت ما كانش عنده معرفه كافيه بالسحر لدرجه انه يعمل تعويذه غلط تخليه شيطان. استنتجوا انه ممكن يكون تم تحويله بشكل صناعي، وده لانه فضل محافظ على وعيه، وده خلاه يستنتج ان كورت ممكن يكون تم استخدامه في تجارب بشريه. في نفس اليوم رجعوا البيت ولقوا الملك ومساعده مستنيين شين وادوا له وسام الشرف لانه منع كارثه انها تحصل. اتفاجئ لكن ميرلين واجه ديسيوم اللي بسرعه شرح ان الموضوع انتشر في الامه كلها وانه ما ينفعش ما يديهوش وسام البطل، وعد تاني انه يبعد شين عن السياسه، فميرلين اضطر يوافق. تاني يوم شين بقى حديث المدينه، وده خلى المشي في الشوارع مزعج لان البنات كلها بقت معجبه بيه، بس وجود سيليسيان خلاهم يفتكروا انه مرتبط. في المدرسه الكل كان عايز ينضم لنادي شين، فالاستاذ قلق لو هيحط حد لعدد الطلاب اللي يقدروا ينضموا للنادي. قرر يخلي الحد الادنى للانضمام هو القدره على استخدام تخزين الابعاد الثانيه. في الاخر 2 بس اللي نجحوا، مارك بين ابن الحداد وصديقته من الطفوله اوليفيا ستون اللي قالتها عندها مطعم. كمان طلع أليس والبنات بيحبوا مطعمهم، فاوليفيا وعدت تحجز لهم طاوله. شين كمان قال انه عايز سلاح مخصوص، بس مارك قال له انه يقدر بالعافيه يعمل سكينه دلوقتي، فشين هيضطر يستنى. مارك فكر انه سيف قتل الشياطين لازم يكون استثنائي، بس شين شرح انه استخدم سيف عادي مسحور يهتز بسرعه فوق الصوتيه، بس لانه رفيع بيتكسر بسرعه، فعايز يعمل تعديلات. يوري زميلته مشعوذه علقت على موهبه شين لكنه شجعها
عرض يعرفها على ميليتيا، وافقت بسرعة. بعد كده جابوا ستيفن من عند فرسان النظام، واتضح انه تحت شك كبير بعد ما اتزنق وما قدرش يثبت براءته، وكشف عن طبيعته الشريرة، وكمان قال انه كان بيجري تجارب بشرية، ودلوقتي بعد ما خلص جاهز للهروب. المجموعة وصلت لمشهد بابل الفطر في المركز لما بدأ يعترف بتحويل كارت الشيطان. شين هجم عليه بسيف ونار في نفس الوقت، صد الهجوم ونجح في تجنب كل الضربات، بس شين فضل يضرب بس مفيش فايدة. استخدم سحر الارض اللي يرفعه في الهواء وخلاه في فضاية الجيجا فولت، بس شيروم يقدر يستخدم سحر الطفو. شين بشكل غير متوقع رفع نفسه ناحيته بمعداته وضربه وعمل وراها نار كبيرة، فشيروم زقه باندفاع قوي. للأسف نظاراته انكسرت، وكلهم اكتشفوا ان الشيطان بتحكم كامل بالعقل، وكمان بتفاخر بانه وصل لقمة البشر مجرد لعب، وده خلى شين يشن هجوم مندفع. شيروم فكر انه فشل، بس في الحقيقة كان بيكسب وقت لتفعيل تعويذة مدمرة بتركيز ضوء الشمس، وشين فعل التعويذة ودوائر من الضوء المركز اخترقت وضربت شيروم وسببت انفجار كبير. وبعد ما الانفجار هدي، شين اكتشف ان المنطقة تحولت لزجاج بسبب حرارة الضوء، لكن بالرغم من الدمار كان عنده شكوك عن نجاة شيروم. شكروا الساحر الملكي ورئيس الفرسان على مساعدته، بعدين سألوه ازاي عمل التعويذة، بس لما بدأ يشرح حتى الساحر الملكي ما قدرش يفهم. تاني يوم شين واصحابه راحوا المحل الحداد اللي بيديره عيلة مارك، والكل كان مبسوط، بس شين كان لسه مغموم لانه بيعتقد ان شيروم لسه عايش. واغسطس اتصدم لما سمع ده، وشين شرح ان هجومه اللي ركز ضوء الشمس خلق حفر زجاجية في الارض ومفيش انفجارات. بيعتقد ان الانفجار الكبير كان شيروم اللي عمله علشان يشتتهم ويهرب. اغسطس قال ان النظرية دي منطقية، فطلب من شين يطلب كل اللي محتاجه من محل الحداد والعيلة الملكية هتدفع. الامير قال انه بما ان شين هو الوحيد اللي يقدر يحارب شيروم لازم يجهزوه بافضل المعدات. وبعدها بيصلوا المحل الحداد، ومارك واوليفيا كانوا مستنيين يرحبوا بيهم، والبنات اخدوا اوليفيا علشان يتكلموا مع بعض، والاولاد دخلوا الورشة. ابو مارك ما كانش مبسوط بوجود ناس كتير في ورشته، بس لما اغسطس عرف نفسه بعد كده اغسطس عرف شين ليه، واتصدم تاني لما عرف انه حفيد الحكيم العظيم والبطل الجديد، وانه عايز يعمل سلاح لبطل زيه. بعدها شين بيقول له تفاصيل الطلب، وبيخرجوا من الورشة بعد كده، وبيلاقوا سيليسيانو وماريا تعبوا اوليفيا. وشين بيبص للورشة وبيسأل اذا كانوا بيبيعوا حاجات تانية. مارك بيقول له ان الدور التاني في المحل بيبيع حاجات للبيت، والدور التالت فيه اكسسوارات. شين بيسأل سيليسيان على طول اذا كانت عايزة تشتري اكسسوارات، وهي بقى تحمر فاكرة انه هيشتري لها خاتم، لكن هو عايز يشتري اكسسوار يسحره بسحر دفاع علشان سلامتها، فبتزعل من كده وبيتضايق من رد فعلها ونظرات اصحابه. شين بياخد سيليسيان تشتري اكسسوارات على طول، هي بتطلب منه يختار لها واحد، وهو يختار خاتم غالي يحطه على صباعها الوسطى، وبعدين بيمسك ايديها وهو بيقول ان الخاتم ده هيحميها مكانه. بعد كام يوم شين بيجهز لحفلة الجوائز بتاعته، بيتقدم للمحكمة الملكية وبيتحيى من النبلاء الكبار اللي في المكان. بعد كده الملك بيديله الوسام، وبعدها بيعلن للمحكمة ان شين مش هيستخدم في الاغراض العسكرية والسياسية. بيشرح ان نتيجة كسر الاتفاق ورحيل ميرلين واسرته من بلدهم. تاني يوم شين بيبهر الكل بوصوله المدرسة ببوابته السحرية، وبيشرح انه كان لازم يهرب من جمهور المعجبين. وبعد كده بيرجع بيته، وبيشرح ان فكرة البوابة بتاعته بتعتمد على تقليل المسافة بين موقعين بدل من النقل العادي. طبعا هي مش فاهمة، فبيشجعها وبيقول لها ان ميرلين نفسه مش قادر يفهم الفكرة. وبعدين بيقترح ان المجموعة تقوي نفسها علشان العاصمة بقت اقل امان، وبعدها بيفهمهم انهم لازم يعرفوا كمية السحر اللي عندهم في الاول، عكس الاعتقاد السائد ان التعاويذ الاعلى بتحتاج لتعويذ. وبعدها بيلاحظ ان كل حاجة بتعتمد على كمية السحر اللي هو وقود التعويذ. بس الاول بيفحص حاجز ماريا اللي بيبدو رقيق، بعدين بيطلب من سيليسيان تعمل حاجز باستخدام الاكسسوار المسحور اللي اهداها ليها، ولما بتعمل الحاجز بيبقى اسمك واقوى لان الخاتم مسحور بتحكمه الدقيق في السحر. وشين بيقرر يوضح كمية السحر اللي بيقدر يتحكم فيها للمجموعة، لكن الكثافة قوية لدرجة ان تقريبا الكل بيتخنق من الضغط. شين بيقول له انهم لحد ما يوصلوا للمستوى ده من التحكم في السحر مفيش فرصة ليهم لمواجهة الشياطين. بعدين بياخد الكل لبيته، واصحابه متحمسين بيقابلوا الساحر الاسطوري والمرشد. شين بيشرح لجدوده ان كان في جمهور تاني قدام باب المدرسة، وميرلين بيضحك وبيقول له انه ده تمن الشهرة. بعدين بيعرف ان شين بيدرب اصحابه في نادي الدراسة بتاع الطلبة، وبيسألوا ميرلين اذا كان هو اللي علم شين التعويذ السحرية الغريبة اللي بيستخدمها، فبيرد عليه وبيقول انه علمه الاساسيات وانه عاد اختراع السحر لنفسه. ميرلين بيقول ان السحرة عادة بيركزوا على تصور نتيجة التعويذ، لكن شين بيركز على العملية، وبيسأل الطلبة اذا كانوا يعرفوا ازاي النار بتشتغل، لكنهم ما يعرفوش حاجة عن الاختراق ولا ميرلين يعرف. بس هو يعرف ان حفيده بيسأل نفسه اسئلة فضولية كده، وده هو اللي بيحسن سحره. فجأة ميرلين بيستخدم السحر البوابة لمفاجأة شين. الساحر العجوز بيضحك وبيقول ان في البداية كان صعب عليه يفهم، بس في الاخر فهم المبادئ وبالفعل نجح في اتقان التعويذة. وبيقول للطلبة ان شين مش الوحيد اللي يقدر يستخدم السحر ده. ميرلين بيعتقد ان لو اي حد يفهم مبادئ السحر كويس ويتصور العملية بدقة يقدر يعمل سحر مشابه. والكل بياخد دفع الثقة. لين اخدت الثقة دي للتمرين، وتاني يوم بتيجي المدرسة مليانة بالكدمات وشعرها محروق. شين بيسألها ايه اللي حصل، فهي بترد انها كانت بتتمرن على التحكم في السحر
السحر، لكن خرج عن السيطرة وده عمل انفجار صغير. شين بيقلق عليها بس لين بتقول ان ده مش جديد عليها لان والدها ساحر المحكمة. بعدين شين واصحابه بيروحوا ورشة مارك واول نموذج للسيوف الخاصة بتاعته بيكون جاهز، بس بمجرد ضغط الزناد النسل بيخرج من المقبض ونسل جديد بيقدر يدخل مكانه. الراجل اللي ادى شين الفكرة دي في الاساس مبهر بالاداء بتاعه. وكمان اوغست بيسأل شين اذا كان هيمانع لو استخدمت السيوف الخاصة في الجيش ولا لا، فبيقول له اوغست يوضح انه مش بيتكلم عن النسل الفائق السرعة لكن بتتكلم عن السيف اللي بنسل قابل للاستبدال. واعتقد ان بعد ما عمل كده يقدروا يقللوا ميزانية الجيش ويحسنوا قوتهم اللي هتبقى محتاجة قريبا، لان في احتمال لحرب مع امبراطورية بليسيا المجاورة. الطلبة التانيين عارفين ده وبيعتقدوا انه لو الحرب استمرت هيتجندوا كمان. اوغست بيقول لهم ما يقلقوش بشأن ده دلوقتي، وبيأكد لشين ان البلد هتوفي بوعدها ليه ومش هتجره للحرب. لكن شين بيرد انه حتى لو ما جندوش مش هيقعد مكتوف الايدي لما اصحابه يبقوا في خطر، وبالتالي هيشارك في المعركة علشان يحميهم في الوقت ده. وبيعلن انهم بالفعل بيواجهوا مشاكل مع الشياطين، لكن لما قوات الامبراطورية بتهاجم مملكة ايرلشيد بيلاقوا ان اعدائهم مستعدين ليهم. جيش بليسيا بيخسر بشدة في الحرب، وبعدها الامبراطور بيتلقى اخبار ان الشياطين شوهدوا في عاصمته. الامبراطور بينسحب على طول، لكن لما بيوصل للعاصمة بيلاقيها خربانة من الشياطين تحت قيادة شيرام. لما الامبراطور بيوصل وبيلاقي شيرام مستنيه هناك وبيعلن انه كان عايز يقتله بنفسه قبل ما الملك يقدر يطلب مساعدة شيرام، بيقيده بالسحر وبعدين بيفجره بالكامل. وبعد شوية اللورد جاسر وروبرت بيوصلوا العاصمة علشان يهزموا الامبراطور للابد، لكن بدل من كده بيتفاجئوا بحفلة بيقودها شيرام وجيشه من الشياطين. بينسحبوا على طول وبيروحوا يبلغوا الملك اللي بيدرك ان عندهم مشكلة اكبر من الحرب دلوقتي. مملكة ايرلشيد بتبقى في حالة استعداد قصوى، وحتى المدرسة بتتحرك لتحسين مهارات الجميع القتالية، فبيعلنوا عن تدريب مشترك مع فرسان النظام. الفصل كله بيقع في كتاب على طول لان الفرسان والسحرة مالهمش علاقة ودية. الفرسان بيسموا السحرة براعم لانهم ضعاف، بينما السحرة بيسموا الفرسان عقول عضلية لانهم جسمانيين جدا. شين بيحاول يخليهم يشوفوا ليه ضروري يكملوا بعض، لكن بيتهاجم لانه بيقدر يقع في اي فئة. ولما يكشف انه اتدرب على يد مايكل الكل بيجن جنونه. في الاخر بيفشل في اقناعهم يشتغلوا بتناغم مع الفرسان خلال التمرين المشترك. مهمتهم القضاء على الشياطين في الغابة. الكل بيتجمع بره بوابات المدينة، والشين بيكون فريق مع اوغست وسيليسيا وماريا. اول ما الفرسان بيوصلوا بيبداوا يتكلموا على بطل الشائعات شين اللي فاكرينه هيبطئهم في العربية. الكل بيعرفوا نفسهم وشين بيسألهم اذا كانوا قتلوا شيطان قبل كده، لكنهم بياخدوا سؤاله على انه اهانة. فهو بيقول ان الفشل في التعاون يعني الموت الاكيد، لكن الفرسان بيعتبروا بقدراتهم. اوغست بيتدخل وبيظهر انه موافق على التعاون بس هو مش مقتنع، بس بيطلب من شين ما يهزمش اي شياطين علشان الفرسان ياخدوا فرصة يثبتوا مهاراتهم ويتعلموا انهم بلا فايدة من غير دعم الصحراء. ولما بيوصلوا المنطقة المحددة بيستقبلهم المشرفين كريستينا وزيغفريد، والشين بيترجاهم ما يتخانقوش لكن مفيش فايدة. وفجأة ماريا والفرسان البنات بيبداوا يعجبوا بزيغفريد بس الباقي بيعجبوا بكريستينا. شين ما كانش عارف ان ليهم جمهور زي كده، بس اوغست بيقولوا انهم شعبيين جدا لانهم اقوياء كفايه لحراسة الملك. واوغست بيشرح للمشرفين الاتفاق السابق بانهم يسيبوا الفرسان يقتلوا لوحدهم في الاول، وفي الاخر هم يوافقوا لانهم عارفين ان ده هيبقى مفيد للفرسان علشان يعرفوا حدودهم من بدري. بس الفرسان بيبقوا على حذرهم رغم ان شين بيقول لهم ان مفيش شياطين حوالينا. ولما بيلاقي الشيطان زيغفريد بيأمرهم بيستعدوا لمعركة وبيهاجم، وكل اللي شين بيفكر فيه هو قد ايه كان هيبقى طعمه لذيذ لو ما كانش تحول لشيطان. الفرسان بيصطدموا رغم حجم الشيطان لكن هجماتهم فاشلة لان الشيطان سريع جدا بيدمر تشكيلتهم وبيرجع يكمل عليهم. في اللحظة دي شين بيتدخل بسيفه وبيقطع راس الوحش بضربة واحدة وبيبهدلوا جامد، وكريستينا بتخليهم يدركوا قد ايه هم ضعاف. وبعدين سيليسيا بتعالج جروحهم فبيوافقوا كلهم على التعاون. بيعاملوا سيليسيا زي الملك وده بيزعج شين. والفرسان البنات اللي عمرها ما اتعاملت زي اميرة رقيقة. فجأة بعض الفرسان بيجروا علشان يبلغوا ان في اكتر من 100 شيطان جاي في الطريق. شين بيعرض يتعامل معاهم لوحده والباقي بيطلب منهم يبقوا، وبعدين عشان يديله مساحة يحضر تعويذة القنبلة الذرية. الكل بيرعب لما بيشوفوا الشيطان من الفئة الكارثة بيقود الهجوم، لكن شين بيطلق ضربة واحدة بتدمر الغابة وكل العوائق قدامه. مشاهدة سحر شين بتترك الجميع في حالة ذهول، والست بتعتذر عن وقحتها اللي قبل كده، حتى بتعتذر لسيسيليا وفاكرة انهم مخطوبين هما الاتنين بيحمروا، وبيبان على طول انهم بيحبوا بعض. بعد ده المجموعة بتبدأ تشتغل كفريق وبيواجهوا شيطان الدب، والفرسان بيشكلوا خط الدفاع الاول، والصحراء بيبدأوا يهاجموا الدب بكور النار. شيطان الدب بيتشوش وبينشغل بالنار وده بيدي الفرسان فرصة يهاجموه، وهنا شين بيحميهم من هجمات الدب بحاجز سحري، والفرسان بيهاجموا من كل الهجمات. سيسيليا بتعالجهم بعد كده، والفرسان لسه معجبين بيها رغم انهم عارفين انها تخص راجل تاني. زيغفريد وكريستينا معجبين بتحسن التعاون بينهم. بيسأل شين عن سبب تحسن اصدقائه لانهم بقى في مستوى صح
سحرة البلاط. وهنا شين بيشرح انهم كونوا مجموعة دراسة علشان يمارسوا السحر زي ما اتعلم من ميرلين، وكمان بيعلموا ازاي يتخيلوا الاشياء بشكل صحيح. زيغفريد بيكون فضولي بخصوص مجموعة الدراسة وعايز يتعلم تحت اشراف شين، بس اوغست بيوقفه وبيقول ان بما انه عضو في الجيش تعلم سحر شين هيكون خارق لو عدهم لميرلين، وكمان سحر شين قوي جدا ممكن يدمر العالم لو وقع في ايد الناس الخطأ. وبنشوف اوغست كمان بينصح شين انه يكون حذر في نشر معرفة السحر بتاعه، وزيغفريد بيقبل تحذيره وبيطلب انه على الاقل يتعلم الاساسيات زي ما ميرلين علمهم. اوغست بيقول له ان ده سهل جدا وكل اللي عليه يعمله هو ممارسة التحكم كده، حواجزهم السحرية بتكون سميكة وصلبة. بس زيغفريد بيلاقي ده غير معقول، واوغست بيقول ان ده سهل بممارسة التحكم في السحر يوميا، وماريا بتقول ان ده لسه ارفع من اي حاجز. شين وهي بتضحك بيقول انهم مش هيقدروا يوصلوا لمستوى حفيد السحر بعد كل ده، لكن زيغفريد بيقول له تصدق في نفسها عشان هي مميزة، كلامها كفاية علشان ترفع ماريا اللي دايما عزبان من حالتها. وزيغفريد بيعلن انه كمان هيمارس التحكم في السحر. وشين بيتساءل عن حالة صحابه في مجموعاتهم في مكان تاني في الغابة، ماركو واوليفيا وتوني ويوليوس مع بعض، ومعاهم شوية فرسان، بس فارس منهم عدواني قوي تجيمه، والفارس بيجري قدام يواجهه لوحده رغم تحذير المشرف انه مش امن. الفرسان التانيين كمان بيجروا قدام، لكن بعدين ذئاب شيطانية اكتر بتهاجمهم. الفرسان بيبقوا في ورطة دلوقتي، لكن توني والصحراء التانيين بيساعدوهم وبيضربوا الشياطين من بعيد. فالمشرف بيتصدم لما بيشوف ان الشياطين تم تدميرها تماما وكل اللي فاضل حفر في الارض. توني بيقرب من صاحبه القديم اللي لسه بيتجاهله، بس اصحابه بيسالوا اذا كان في سبب تاني للعداوه دي، لكن توني بيفكر شويه قبل بس ما يفتكر حاجه تانية. بيلاقي الفارس كان معجب ببنت، بس هي اعترفت لتوني وهما توعدوا لفتره قصيره بالحب، وده زود غضبه اكتر. مجموعه تانية مكونه من لين واليس ويوري وثور، الفرسان بيقولوا تعليقات متحيزه ضدهم، لكن لما بيتهاجموا من شياطين وفي كلاب صغيره بيظهروا قد ايه هم ضعاف. البنات بيفقدوا صبرهم وبيهزموا الشياطين بالسحر. لين سحرها بيخرج عن السيطره وبينفجر وبيأذي فريقها. بعدين كلهم بيجتمعوا عند بوابه المدينه، والشين بيشوف مجموعه لين بشعر محترق وبيعرف انهم ما قدروش يتحكموا في قوتهم، وبيشوف كمان الخلاف بين توني وصاحبه القديم. الطلاب التانيين بيسالوا شين ايه اللي حصل معاه، وماريا بتقول ان شين وسيسيليا كانوا بيغازلوا بعض طول المهمه، هما الاتنين وشهم بيحمر من كتر الكسوف. وبعدين ماريا بتبعد عن الهزار وبتقول ان بوجود شين معاهم التدريب مشي كويس. بس اغسطس بياخد الكلمه من هنا وبيقول ان كل اللي في المجموعه الدراسه بتاعتهم ما عدا شين هيتحطوا تحت الاشراف الوطني، وبمجرد ما يتخرجوا هو بيعتقد انهم هيكونوا وحده خاصه تحت ادارته. لكن حتى كده دول تانيين ممكن يحاولوا يجذبوهم لصفهم، بس شين بيعتذر لاصحابه علشان غير حياتهم بشكل كبير. كل بيطلب من شين انه يعلمهم اكتر، وهو بيدرك انهم علشان يكونوا وحده خاصه قادره على انقاذ العالم لازم يكونوا اقوى بكتير. وبعد كام يوم شين بياخد البنات في مجموعه الدراسه بتاعته علشان يمارسوا السحر في جبال بورن، عرض قوتهم مرعب. واغسطس بيقول انه شبه تدريب حي من الفرقه الوطنيه السحريه، والشين بيقول له ان جابهم للمكان ده علشان هو يعرفه كويس ومحدش هيبقى هنا علشان يراقبهم. وبعد ما التدريب بيخلص اغسطس بيخاطب الكل وبيقول لهم معلومات جديده عن الشياطين، وبيقول ان ده سر دوله على فكره ولازم يبقى سر ما بيننا. لكن كل الناس هنا ما بقوش مؤهلين يكونوا مجرد مواطنين عاديين، بمجرد ما الحرب مع الشياطين تبدا هيكونوا جزء مهم من الجيش ولازم يعرفوا عن اعدائهم قد ما يقدروا. واغسطس بيكشف ان دلوقتي الشياطين بتعمل فساد في امبراطوريه بليسيا وسببوا ضرر مش هينفع اصلاحه للمدن والقرى، سواء النبلاء او العامه تم ذبحهم بالرغم من معرفه ده. وهنا مملكه ايرلش هي بتقترح انهم يروحوا مكان سيسيليا علشان عائلتهم بتملك ينابيع ساخنه. شين بيعجب بالفكره وبيوافق على طول، وبعدين بيقول لاجداده عن معسكر التدريب وهم بيدعموه. لكن ميليتيا عايزه تعرف مين اللي هيشرف عليهم. شين بيسالها ايه اللي بيستدعي ده، بتصرخ فيه انه مش ممكن يسيبوا اولاد وبنات مراهقين لوحدهم تحت سقف واحد بدون اشراف، برغم انها تبان تقليديه لانها بتعمل كده علشان تتطوع تكون المشرفه، بس هي بيكون ليها هدف تاني وانها تكون موجوده في المكان وتستمتع بالمياه السخنه. وفي الصباح التاني ميرلين وميليتيا بيوصلوا لبوابه المدرسه، والطلاب كلهم مستعدين يروحوا معسكر التدريب، وهم بيسافروا في عربيات الخيول عندها احزمه خاصه بتديها تكييف طبيعي وتخفيف التعب عليها طول الطريق. بس شين ما يعرفش ان الحاجات دي موجوده، وهو بيتفاجئ لما بيعرف ان ميليتيا هي اللي اخترعتها. وبقى الكل بيمدحها وبيقول ان ميليتيا خرجت عن المألوف وخلقت ادوات سحريه بتستخدم السلام والازدهار بدل الحرب. بعد كده شين فجاه بيلاحظ وجود شياطين قريب، واصحابه كمان بيحسوا بكده. هم بيلاقوا مجموعه تجار محاصرين ليهم، بس شين بيطلع كوب فيه عيدان علشان يختار المتسابق الصح عن طريق صاحب العيدان. بس لين بتسحرها ممكن تطلق التعويذه اسرع. بعد كده بيوصلوا لمدينه الينابيع الساخنه وبيوصلوا قصر سيسيليا. مدير سيسيليا والخدم بيستقبلوا الكل، وهم بالفعل قبلوا شين كزوج مستقبلي ليها. بعدين بياخدوا اغسطس في المحل بيعاملوا بعفويه قبل شين، وانه مبسوط ان شين بيعامله زي ما هو عايز. والباقيين انضموا وادوا شهاداتهم عن تاثير شين على حياتهم. تاني يوم الصبح الكل بيبدا التدريبات في السيطره على السحر تحت اشراف ميرلين اللي بيديهم نصايح مخصصه حسب ادائهم. وكالعاده لين بتطلق كميه سحر كبيره مش قادره تسيطر عليها المره دي، بس ميرلين قالها توقف وتحمي الكل
الكل من الانفجار. بعدها ميليتيا برضو ادت لطلبة محاضرة عن الادوات السحر وتقنيات الترديد. بعد كده شين اخدهم للجبال علشان التدريب العملي، والطلبة اطلقوا تعويذات بدون تردد. ميليتيا شايفة انهم بقوا قويين كفاية لقسم السحر، لكن شين وميرلين شايفين انهم لسه محتاجين يتطوروا. وشين كان عارف انهم لو حاربوا جيش الشياطين بقيادة شيروم لازم الكل يبقى هنا حتى هو يبقى اقوى. ومع ذلك الباقيين ما بياخدوش كلامه بسهولة، وحطوا حواجز سحرية علشان يحموا نفسهم من موجة الصدمة للتعويذة الجديدة اللي شين هيجربها هو الاول. وبعد كده بيصور غاز قابل للاشتعال علشان يعمل كرات نار زرقاء، وبعدها بيجم فيه كرة نارية، وبعد كده بيعمل اعصار حوالين كرة النار وبيقدمها ليهم. لحد دلوقتي شين كان بيستخدم التعويذة القوية دي كهجوم واسع النطاق، لكن المرة دي بيخطط يسيطر على اتجاهها ويخليها ضربة مركزة، وهو اطلق الهجوم لما قوته وسيطرته كملوا ودمر كل حاجة في طريقه. بس شين مبسوط انك تقول عليه مجنون، وبتسأله ليه كان محتاج تقنية قوية تدمر 3 تلال ورا بعض، فبيقول لها شين بعصبية انه مكان اخدوا القصر. وهناك بنت تكون متعصبة علشان مستنياه بقالها كتير، بس الامير اوغست اتوتر لما شافها وقال لشين انها خطيبته إيلي. هي قدمت نفسها لشين بهدب، وبعدها بدأت تزعق في اوغست لانه راح المعسكر وسابها لوحدها. اخت اوغست الصغيرة مي برضو وصلت دلوقتي، ووافقت خطيبته المستقبلية تماما. هي مش بتفتقد اخوها قد ما هي متضايقة شايفه خطر، وصح ان عمرهم ما هيجيبوا موافقة الملك. هو اتضح انه غلطان فورا لما ابوه قال له ياخد خطيبته واخته للمعسكر، بس اوغست مضطرب. شين بيضحك لانه هيستمتع بتريقته عليه. بعدين شين مش حد هيخدمها هنا البنات اللي معاه في المعسكر، لكن مره واحده قالت لهم انها مش قلقانه من البنات. الشخص اللي مسبب قلق هو شين، لان كل لحظه بتقضيها مع اوغست بيحكي فيها عنه. شين قرف فورا من الفكره ان إيلي متخيله ان في حاجه بينه وبين اوغست. مع الامير عنده طريقه بالكلام، وقال لخطيبته انها الوحيده بالنسبه له، اما بالنسبه له شين صديق بس يقدر يتصرف معاه بحريه. وبما ان ده تجربه جديده هو بيتسرع علشان ما عندوش جبره بالتعامل. لا تظن من اوغست، وبيروح بيقول له يبطل يكون جبان ويحدد موقفه مع الثلاثيان، لانه واضح لكل الناس انهم بيحبوا بعض. بس شين لسه شاكك وسأل هيحصل ايه لو ملاحظته طلعت غلط وعلاقته بسيسيليان باظت. فبيرد عليه اوغست سأله هو مبسوط بالطريقه اللي الامور ماشيه بيها دلوقتي، فهو بيسأله وهو ناوي يخلي البنت تعترف بحبها الاول لانه جبان. وعقل شين شك وهو بيسمع ده. وحتى لما رجعوا للقصر هو تفى افكاره. إيلي ومي بيقولوا لسيسيليان ان شين كان بيتكلم بس عنها في طريقهم هنا. هما الاثنين وشهم احمر لما سمعوا ده، وشين حاول بكل جهده يسكت البنتين. بعد كده إيلي ومي رحبوا بالزوجين الكبار، بس مي اتلخبطت لما شافت ميليتيا بنفسها داخله عليها، وشين قال عين. وبعدها على طول احمرت لما ادركت هي قالت ايه. الكل بيسخر منها لانها بتخطط بعيد في المستقبل. سيسيليان اتلخبطت وهربت. اوغست قال لشين اللي بيتضح له ان سيسيليان بتحبه بجد ولازم يوافقها دلوقتي. في الليل وهو ماشي يلاقيها قاعده لوحدها بيقرب منها ومش عارفين يتكلموا في ايه. بعد شويه من الاحراج بتعتذر له عن كلامها الغير محسوب، وهو بيرد وبيقول انه كان سعيد شويه بسماعها. بيبداوا يفتكروا اول لقاء بينهم، وشين بيعترف انه لما شافها اول مره وبتبدا تعيط من الفرحه، وبتقول له انها كمان بتحبه، وبيطلب منها تبقى حبيبته وتوافق بسرعه ويقربوا لبعض. لكن اوجست علشان دي عاده ان الراجل اللي ياجل اعترافه بالحب بسبب الحرب ما يعيش علشان يعترف بيه. تاني يوم الكل بيوصل للشاطئ، وشين بيقول لهم انهم مش هنا للتسليه، احنا جايين علشان التدريب. كل التدريب بيبقى لعب كوره على الشاطئ لخدمه المعجبين. كمان قانون اضافي انهم يقدروا يستخدموا السحر على كوره. جيم ستارز واليس بيرموا الكره في السماء وبيقفزوا وراها باستخدام تعويذه تعزيز الجسم بتضربها بقوه كامله، لكن اوليفيا بتتلقاها للطريقه ناحيه إيلي وماي. لكن ميرلين بسرعه بيوقفها باستخدام حاجز السحر وبينقذ البنات. ميلينا بتلوم المخطئين على طلقه، وميرلين بيعتقد ان اللعبه وسيله كويسه لتدريب التحكم، وبيطلب منهم يكملوا اللعب بعد اللعب طول اليوم. الكل بيجتمع في القصر بالليل. شين بيعرف ان الكل هنا قابل اوجست وإيلي لما كانوا في عندهم 5 سنين، وكانوا اهاليهم من النبلاء اللي بيعملوا حفله لما اطفالهم يتموا 5 سنوات ويدعوا كل من نفس العمر، وبيبداوا يتكلموا عن الحفلات وقصص الحب والعلاقات. بس فجاه شين بيلاحظ حاجه وبيطلب من الكل يسكت. وبعد لحظات ميليتيا بتقتحم الغرفه وبتطلب منهم يناموا بدري، وكانوا بيهربوا لكن ميليتيا بتكتشفهم وبتوبخهم بكل قسوه. تاني يوم الصبح بيقابل الحبيبان عصافير الكناريا في الممر، وبيحاول شين يبدا الكلام وبيقول انهم لازم يروحوا يفطروا. لكن سيسيليان عندها طلب وبتطلب منه يقابل اهلها يعلن علاقتهم قبل ما والدها يروح الشغل. بس شين بيعتقد ان دي فكره حلوه، لكن اول ما يكون قدام اهل السيسيليان بيلاقي نفسه مش عارف ينطق كلمه، لكنه بيجمع شجاعته وبيقول لهم بكل ادب انه بيوعد بنتهم وهو جاي هنا علشان يطلبوا بركتهم. بس شين بيحس انه خايف ان اهلها ما يتقبلوش الخبر، لكن عكس توقعاته والد سيسيليان بيمسك ايديه وبيشكره على اختياره لبنته. بس شين بيكون مذهول من ردة الفعل، لكن ام سيسيليان بتطلب من زوجها يهدى شويه، وكمان بيكون عندها سؤال لشين قبل ما تقبله كحبيب لبنتها، وبتقول انهم عيله نبيله وبنت العيله النبيله ما ينفعش توعد من غير ما تتخطب، وبتساله اذا جاهز يخطبها ولا لا. فبيأكد لها بكل ثقه انه فعلا قادر انه يشيل المسؤوليه. واخيرا اهل سيسيليان بيقبلوه كحبيب لبنتهم. بعد كده درسوا بتحكم السحر الاساسي، وبيتضح ان
ان ميا عندها امكانيات كبيره، بس ميرلين وميلينا بيمدحوا مهاراتها وده بيخلي كل البنات غيرانه. ولين بتقرر انها مش هتخسر لاي حد وبتركز سحرها لكن بتفرط في استخدامها وبتنفجر بعد كده. بعدها بيقرر شين يبتكر نوع جديد من السحر واصحابه بيختبئوا ورا الحواجز السحريه لانه يتحكم فيها بالكامل لانها ممتعه وبيكون مبسوط قوي والكل مذهول. بعدها بنشوف شين بينزل وبيقول ان بما ان شروم كان بيستخدم نفس نوع السحر الطائر ابتكرها علشان يواجهه. في اخر الليل شين بيقول لاجداده انه خطب سيسيليان وكلهم بيتفاجئوا من الخبر المفاجئ وشين بيعتذر علشان ما قالهمش من قبل كده. بعدها بنشوف سيسيليان بتحاول تدافع عنه وبتتحمل اللوم هي كمان معاه، لكن ميلينا وميرلين ما عندهمش مشكله واصلا كانوا متوقعين ان ده يحصل عاجلا ام اجلا. لكن قبل ما يعلنوا خطوبتهم ميلينا عايزه تقابل اهل سيليسيان فورا وكمان يزوروهم هناك. ميرلين وميلينا بيكشفوا انه ما عندهمش روابط دمويه مع شين، لا وكمان كانوا عايزين يقولوا لاهل سيليسيان عن الموضوع لانهم بيعتقدوا ان الاسباب الرئيسيه لقبولهم لشين كان لان حفيدهم. بعدها بنشوف والد سيسيليان محبط من تفكيرهم ده وبيقول ان السبب اللي خلاهم يوافقوا على الخطوبه مش لان شين حفيدهم، وكمان شين يقدر انه يحمي سيسيليان جدا وبيحاول دايما يحافظ على سلامتها. بعدها والد سيسيليان بيقول انه مبسوط من شين وجدته وجده ويبعت لهم على البيت انه عمل ده علشان كده شين وجدته وجده كانوا فرحانين لسماع الكلام ده وبيشكروا والدي سيسيليان. وبعد كده شين بيشكر جدته وجده على تربيتهم له بشكل كويس والاتنين بيبقوا متاثرين بالكلام ده. بعد كام يوم شين بيجيب لاعضاء فريقه ملابس جديده فيها تعويذات دفاعيه وخيارات للتمويه وكمان الاله بتتحكم في درجه الحراره، والكل بيحس ان الملابس دي افضل من مستوى الكنز الوطني. وبعدين شين بيقول لهم انه ما حطش تعويذات خاصه على الاحذيه علشان بيكون استخدامها صعب شويه، بس ميرلين هي الوحيده اللي فهمت ان شين بيديهم الملابس علشان التدريب وان اليوم هيكون صعب. كل بيتبسطوا لما بيسمعوا ده وشين بيقول لهم انهم هينظموا تدريب قتالي علشان يقابلوا شيطان من الفئه الكارثيه، بس ما حدش كان واثق انه يقدر يعمل كده. بس شين بيطمنهم انهم اقوياء كفايه والهدوم هتضمن لهم انهم ما يموتوش ولا يحصل لهم حاجه. بس ميت تشتكي انها عايزه تشارك معاهم بس اوغست بيمنعها علشان التدريب خطير، ولان مي ما بتفكرش في الكلام ده فكان لازم اوغست يتدخل ويفهمها انها هتكون في خطر علشان يقنعها نختبره. وفعلا بيتكلم معاها وهو في غرفه تانية وبيقول لها انها تستمر في تعلم استخدام التليفون لما الكل يكون خلوا الغابه. وسيسيليان استخدمت سحر حسي علشان تحدد موقع الشيطان من الفئه الكارثيه وبالحريق لمحاربه الاسد الشيطاني، بس اوغست قلق عليهم عشان عاده بيكونوا داعمين بس شين متاكد انهم قويين كفايه للفوز على الشيطان. ولما شاف الشيطان الفريق شين امرهم يستعدوا. وبعدها بنشوف لما الهجمات ضربت الاسد من كل ناحيه قال انه معرفش هيعمل ايه. وبعدها بنشوف انفجار كبير ضرب الغابه كلها وشين فهم انه ارسال 5 اشخاص لمحاربه شيطان من الفئه الكارثيه كان زياده لان في كتير بس بقى في المكان شيطان. وبعدين شين بيقول ان لو اللي بيدعموا قدروا يعملوا كده فاللي بيعملوا الضربه هيقدروا يفوزوا بالشيطان ده لوحدهم. وبالفعل هم لقوا الشيطان من الفئه الكارثيه وهزموه لوحدهم وقدروا انهم يستولوا عليه بكل سهوله. وبعد كده في الليله دي شين لبس احسن لبس عنده علشان حفله خطوبته. وبعدها بنشوف سيسيليان بتروح لاوضته تاخده وهم كانوا حلوين في عيون بعض. وبعد كده سيسيليان بتوصل وبيقول لهم ينزلوا علشان الضيوف مستنيين وكان في استقبال حار من الاصحاب والعائله وحتى الملك جاي يكون شاهد ويهنئهم في الليله دي. وكمان شين وسيسيليان طلعوا للبلكونه وشين طلع خاتم خطوبه من جيبه وخطبها بشكل رسمي. وبعدها بنشوف سيسيليان قربت له ايديها وهو حط الخاتم على اصبعها وبعد كده قبلوا بعض. وبعدها بنروح لليوم اللي بعده وبنشوف شين علم على كل فريقه وبنشوف شين علم كل فريقه ازاي يطير بس بيحط سحر مضاد للجاذبيه عليهم وهم بيستخدموا سحر الهواء علشان يتحكموا في طيرانهم علشان الايد اللي اخترعت مكبر صوت وبيوصل له على التليفون اللي اخترعه قبل كده علشان يقول لاصحابه ينزلوا لان دلوقتي وقت الدفعه الثانيه تطير في الجو. وفي نفس الوقت في امبراطوريه بليستيا شروم وجيشه من الشياطين خلصوا اخر قريه وبلد بطريقه منظمه وبيسمع الخبر من نائبين موثوقين زيست وميريا. بس ميريا فكرت ازاي فريق الشياطين بقياده زيست هاجموا مجموعات التجار وخلوا الاكل ينقص ويزيد سعره في حين ان النبلاء لسه بيعيشوا في رفاهيه. الناس البسطاء بيجوعوا وشروم استغل غضبهم علشان يحولهم للشياطين. بعدين الشياطين ذبحت النبلاء وهددت القرى المجاوره فقتلوا الامبراطوريه. وبعدها بنشوف ميريا مش مؤيده لطريقه شروم مش عاجباها علشان كتير من الناس العاديه فقدوا حياتهم في حروب. وبعدين شروم عمل اجتماع لكل الشياطين علشان يكونوا تحت سيطرته وبيشكرهم على تدمير الامبراطوريه وبتفرح كل الشياطين. بس شروم قال هدفه كان يدمر الامبراطوريه ودلوقتي بعد ما حصل ده ما عندوش حاجه تانية يعملها. الشياطين ما كانوش فرحانين لما سمعوا كده وقرروا انهم يكملوا في غزو الممالك المجاوره ويسيطروا على العالم. بس شروم بيقول لهم انهم يقدروا يعملوا اللي يحبوه بس هو مش هيشاركهم طموحاتهم. وبعدها بنشوف شيطان واحد قرر يروح لوحده وشروم بيقول انه حر يعمل اللي هو عايزه. وبعد ما مشي كتير منهم ميريا سالت شروم ليه بيكره الامبراطوريه كده علشان سمعت انه كان دوق
امبراطوري سابق. شيروم فكر انه لسه ما شاركهمش قصة حياته، فقرر يحكي لهم وبيقول ان القصة بدأت من سنتين لما كان بشري عادي، كان ضوج بس على الرغم من مكانته العالية الا انه كان بيختلط بالناس العاديين ويساعدهم في الزراعة الأرضية، وكانت بتزدهر تحت سياسته الحلوة. وزوجته كانت على وشك تالت طفلهم الأول، بس بسبب سياسته الحلوة الناس العادية كان شيروم كسب أعداء كتير، اللي بعدين صار امبراطور بليسيا. النبلاء كانوا مش سعيدين بثروته ونفوذه اللي بيزيدوا، ففتحوا له مؤامرة، بس وقتها كان لازم شيروم يسافر للعاصمة علشان يحضر هناك أطول ما يمكن. وفي الوقت ده هم كانوا هيحضروا خطة لسقوطه وفشلوا. بعد كده شيروم جاله رسالة من نبلاء تانيين قالوا انهم متشوقين علشان ياخدوا سياساته اللطيفة، بس شيروم اندهش لما قرأ الرسالة وبيقرر يشوف الاجتماع اللي هم عايشينه. وبعدها بنشوف زوجته اللي بتكون قلقانة لانها كانت عارفة ان في ناس من النبلاء عايزينه، وهي بتغير من زوجها، بس شيروم كان واثق انه يقدر يتعامل مع اي حاجة علشان كان واحد من افضل السحرة في الامبراطورية. وبعد ما مشي كام يوم الناس بدأت تختفي فجأة، والنبلاء بدأوا ينشروا شائعات عن اختطافهم وبيعهم كعبيد من قبل الضوء. كل ما كان الوضع بيزيد الناس بتصدق الشائعات دي اللي بتوصف شيروم بانه شرير. وبعد فترة بدأوا يرتبوا خطف مسرحي وعملوا للناس الشائعات دي مع اثباتات وهمية، وكل ده حط الناس في حالة غضب، فقرروا يعملوا لنفسهم فيه. قرروا يحرقوا بيت شيروم مع زوجته الحامل جواه. وبعدها بنشوف شيروم وهو راجع لقى بيته محروق وزوجته ماتت جواه، وبيسأل الناس ليه عملوا كده. قالوا انهم اتهموه انه اختطف الناس وبيطلعوا له الادله الوهميه علشان يدعم الاتهام ده. وكانت دي اللحظه اللي شيروم فيها ادرك ان النبلاء كانوا عملوا مؤامره ضده علشان يدمروه، فاعلن انه هيدمر الناس والامبراطوريه كلها. وفجاه تحول للشيطان ودمر البلده كلها. وبعد ما سمعوا قصته زيست قرر ان شيروم لازم يخلص هدفه في تدمير الامبراطوريه، فامر المساعده بمهاجمه مملكه صغيره علشان يجبر شين يخرج ويحاربهم. وفي نفس الوقت في عاصمه ايرلشايد كانوا عاملين حفل تتويج للامير اوغست، بس اوغست بيقول انهم بيزيدوا قوتهم بسببه. وبعدين بيشيل عبايته علشان يبان الزي العسكري اللي جواه. وبعدين بيقول لشين يخاطب الناس ويسكتهم ويطمن قلوبهم، وبيطلب منهم يختاروا اسم مرتب لفريقهم. ووقتها بيحس شين ان الجزء الاول سهل، بس شين مش عارف يختار اسم، فبيقول انهم سحرة نخبة اللي الناس بتشوفه محرج. وبعدها بنشوف شين بيعمل سحر على الكل وبيطيرهم للحدود، وبيقابلوا الشياطين في المملكة الجنوبية. وبعدها بنشوف الفرسان بيشوفوا جماعة الشياطين جاية عليهم، بيعرفوا ان بلادهم هتموت لانهم مش اقوياء، وحتى لو طلبوا مساعدة من مملكة اورلشايد هتاخد اسبوع لحد ما الدعم يوصل. وبيحضروا كل السحرة اللي عندهم وبيقولوا لهم يحموا القلعة بالحاجز السحري. شين وفريقه بيطيروا للمملكة الجنوبية، وشين مازال بيحس بالاحراج من اسمهم سحرة النخبة. وماريا بتقول انها متوترة، بس شين بيشجعها وبيقول انها اقوى من الشياطين. بيطلب من سيسيلياني يبقى وراه ويعتني بالمصابين، والباقيين يشكلوا ازواج ويقتلوا الشياطين، وبيقذفوا المدينة بالهجمات ويلعبوا مع المدنيين اللي بيهربوا. ولما كان شين على وشك يقتل ست وبنتها طرد شيطان وطيره في الهواء. وبعدها شريكه بيكون غضبان منه علشان حاول يقاومهم، وبيقول لها انه مش هيقدر يواجههم، وبيبدا يطلق سحره. بس اتبول على نفسه لما شاف شين بيشحن المدفع اللهب بلمحه بلمحه عين شين هلك الشيطان. وفي نفس الوقت ثور هلك التاني. بعدين ساعدوا الام وبنتها يقوموا ودلوهم نحو مركز الانقاذ. شين غضبان وشاف الموت والدمار في كل مكان، لكن لاحظ اغسطس وماريا على البرج. بس اغسطس بيخاطب في الناس وبيقول لهم انهم من مملكه اورلشايد وجايين يحموهم من الشياطين، فهم بيتبسطوا، لكن الشياطين بيكون عندهم حماسه للقتال دلوقتي. وبعدها بنشوف الفريق انقسم لازواج وانتشروا في المدينه. وبيطلب شين من سيسيليان تروح للمركز وتعالج الناس، وبيقول لها تبقى حذره. ومحدش لاحظ ان زيست اسيستنت واقف بيراقبهم علشان يقيمهم وعايز يختبر قدرات شين. وفي نفس الوقت اليس ولين تحالفوا اخيرا، بيلاقوا هدفهم باستخدام السحر وبيقابلوا شيطان من الشياطين. وبعدها بنشوف الشيطان بيستهزئ بيهم لانهم اضعف من لوح تزلج، وبيسال اذا كانوا جايين يلعبوا بالدمى ولا حاجه. وبعدها بنشوف اليس بتغضب من كده وبتتقدم وبتشغل سحرها اللهيبي، بس لين بتضربها بتعويذه مائيه وتطفي النار، وبتقول لها انها مش وقت اندفاع مشاعرها علشان هما بيتعاملوا مع الشيطان. وبعدها بنشوف اليس بتهدى وبتقول انها هتقاتل بصبر اكتر دلوقتي، بس لين بتقول لها ان الشيطان مات اصلا لان هي ضربته بتعويذه مائيه عاليه الضغط لما كنت مشغوله، وانتهت حياته في لحظه. فجاه سمعوا صراخ فارس بيتعذب على ايد الشيطان. وبعدها بنشوف الشيطان بيلعب مع الفارس وبيطلق هجوم مدمر عليه، لكن لين واليس وصلوا في الوقت المناسب وحجبوه بحواجز سحريه. وبعدها بنشوف الشيطان بيستهزئ باليس اللي بيقول عليها انها اضعف من شاشه الايفون. وبعدها بنشوف اليس بيتهور وبتضربه بتعويذه ناريه قويه لا تترك حتى رماد خلفه. بعد كده بيساعدوا الفارس يقوم، بس هو بيقول لهم انه لسه قادر يمشي لمركز الانقاذ لوحده. بعد كده البنات قرروا يتنافسوا على مين يقتل اكتر شيطان. وبعدها بنشوف في مكان تاني جوليوس واقف ومنع الشيطان يحاول يتورط مع ثور في قتال وهم قريبين من بعض. ولما الشيطان تاني هاجمهم ثور حجبه بحجزه، وبنفس الوقت اطلق شفره هواء علشان تعمل جرح كبير للشيطان. وبعدها بنشوف ثور سأل
سأل الشيطان اذا كانوا بيعملوا كده بامر من شيروم، بس هو رفض الكلام وبيهاجموا مرة تانية. ثور استخدم شفرة الهواء علشان يوجه ضربات كتيرة للشيطان. الشيطان بيقول انهم بيحاولوا يدمروا البلاد علشان دي غريزة اساسية عندهم لتدمير الاشياء، غير انهم هيملوا الفخرجية الظالمة اللي ضغطت عليهم شر. ولما تحولوا لشياطين الاحاسيس دي انفجرت فيهم وادتهم رغبة في تدمير كل حاجة. هو جاهز يقتل تاني بس هو وصاحبه اتهزموا بسرعة. وفي مكان تاني الشياطين اتزنقوا في ركن مجموعة من الفرسان على الحيطة، وفجأة دايرة سحر ظهرت تحت واحد منهم، والشيطان التاني الغير محظوظ اتجمد فورا. وصاحبه لقى يوري على سطح قريب وهو هيهاجمها، بس توني جري بسرعة بالسيف الصوتي وقطع الشياطين كلهم بضربة واحدة. في نفس الوقت مجموعة تانية من الشياطين عرفت عن المركز للإنقاذ وقرروا يسترجعوه، بس ماركو واقف حارس هناك وهو متوتر وماسك سيف علشان يواجه الشياطين. وبعدها بنشوف شيطان هيهاجمه، بس فجأة كتلة خرسانية ضخمة ضربته وسحقته تحتها. بعدها بنشوف اوليفيا بتقوله انها هتحمي حبيبها، بس الشيطان التاني حاول يهاجمها بس مارك بيحرقه بالنار وبيقوله انه هيحمي بنته. وبنشوف الشيطان الاول قام وهو بيشتمهم، بس هم شنوا هجوم متتالي عليه وهزموه فورا جوه مركز الانقاذ. وبعدها بنشوف سيسيليان ما قدرش يشفي الناس اللي بتزيد بسرعه رهيبه، وفي نفس الوقت شين كان بيمسح الارض بالشياطين وكان بيهزمهم كل واحد بضربه، بس هم كانوا بيهاجموه من كل الجهات، بس هو بيستخدم مجموعه متنوعه من السحر عشان يدمرهم تماما. وبعدها بنشوف المساعده اللي بيتجسس عليه كان باين عليه الخوف، لان شين اقوى بكتير مما كان يتخيل، وهو كان هنا علشان يحكم على ضعفه، بس دلوقتي عايز يعتبر شين وحش من غير نقاط ضعف. في مكان تاني اغسطس وماريا نظفوا كل الشياطين اللي بالقرب لما رئيس الشياطين وصل علشان يواجههم، بس الشياطين فكروا ان الامير هو القائد اللي بيتوقعوه وهو عايز يقتله علشان يخوف الناس كلها. بس اغسطس ضحك واخد اسم مجموعته السحرة النهائيين، وقبل ما يقول انه مش القائد بس وافق انهم لما يشيلوا القائد الباقيين هينفضوا، ودي كانت نيته اصلا، وهو يعمل كده مع قائد الشياطين وبيقرر انه يتحدى الشيطان ويهاجمه الاول. بس ماريا فجأة هاجمته، وبعدها بنشوف الشيطان دافع عن نفسه باستخدام هجومها. وبعدها بنشوف الشيطان دافع عن نفسه بس باستخدام هجومها المفاجئ باستخدام 2 من البشر كدروع، وبعدها بيرمي الشيطان الشخصين ناحيتها، واثناء محاولة ماريا تجنبهم ضربها بلكمة قوية، بس لحسن حظها الدروع بتحميها من اللكمة دي وبيمسكها من ايديها وبيرميها في الحيط، بس هي ما بتقفش وبتفتح سعرها في البدلة والجروح بتبدأ تتعافى. وهنا الشيطان بيلاحظ كده وبيعرف ان الاماكن اللي مش مغطاه بالدرع لسه هي اللي هتتعرض للهجوم، وماريا بتقوله ان مفيش جدوى وبتهاجمه بكرة نارية، بس هو لابس درع دفاعي مخصوص وبيعرف يستخدمه. وبعدها بنشوف ايزست وماريا بيعرفوا ان الدرع ده قوي جدا، وبعدها بنشوف الشيطان بيستهزئ بيهم وبيقول لهم انهم مش هيقدروا يواجهوه. اوغست وماريا اتفقوا يهاجموه من جهات مختلفة، اوغست بيهاجمه بسحر بس الشيطان بيحمي نفسه بالدرع، وبعدين ماريا بتهاجمه من الجهة التانية بيحاول يحمي نفسه من هجماتهم، بس هو بيبتدي يفقد الثقة في نفسه. في لحظة من الانشغال الدرع بيبتدي يضعف وبيتكسر وبيتعرض لضربة من كرة نارية، ولما الشيطان بيقوم بعد الهجوم اوغست بيضربه بسحر البرق وبيفتح فيه ثقب دائري في صدره بيموت الشيطان. اوغست وماريا بيواصلوا مهمتهم وبيتصدم مساعد زيس لما بيكتشف ان شين وفريقه قويين كفاية ليهزموا الشياطين، وكمان زيست وماريا بيعتقدوا ان شين قوي جدا على الشياطين، وهم بيعتقدوا انه مش من الحكمة يضحوا بالجنود مرة واحدة كده، لكن علشان يوصلوا لهم بره مش هيكون سهل، علشان كده ماريا بتقرر تشتت الصحراء وتدي الشياطين فرصة يهربوا. وبعدها بنشوفها وهي بتدمر الباب وبتفجر كل حاجة، وكمان ماريا بتهزق من الفرسان وبتتنمر عليهم، بس لما بيسألها عنهم بتظهر لين وأليس فجأة بيقفوا قدام هجوم ماريا وبيقولوا لقائدهم يتراجع لأنه هيطلقهم، بس ماريا بتوقف هجومها وبتسأل البنات مين انتوا، بيجاوبوا بإجابة غريبة وبيقولوا انهم أقوى الصحراء. بيهاجموا ماريا بس هي برضو مش بتفرق معاهم، بتتجنب هجوم لين. بعدين بتقتل أليس وبتتفاجأ ان معاها درع، وبعدين بتهاجمها تاني، بتبدأ هي تصد ضد هجماتها، ولما أليس حاولت تدافع عن نفسها ماريا نزلت تحتها ووقعتها. وبعدها بنشوف لين بتحاول تهاجمها بس ماريا استخدمت أليس كدرع علشان تهدد لين بيها. من ناحية تانية مساعد زيس استقبل الرسالة ان مديرهم وصل وبيطلب من كل الشياطين ينسحبوا، بس هم رفضوا. فجأة شين وصل وحرق واحد منهم باللهب الازرق، وده خلق رعب في قلوب الباقيين واضطروا يهربوا. وبعدها بنشوفه وهو بيوصل هجوم عليهم وهم بيهربوا، بس بعدين وقفوا على السطح وما بقاش في مكان تاني يروحوه. فوقتها بيستخدم شين سحره علشان يطاردهم، وبعدين استخدم هجوم دقيق قوي علشان يقضي عليهم. وبعدها بنشوفه وهو بيحرك الشعاع علشان يدمر كل الشياطين اللي كانوا بيهربوا فوق الحيطة، بس اضطر يوقف الهجوم قبل ما يوصل لفارسين. وفجأة بنلاحظ انفجارات ضخمة هناك وماريا بتحارب لين وكانت هتقتلها، ومن حظها انها استخدمت أليس كرهينة وسهلت عليها هزيمتها. يوري وتوني وصلوا كمان وبيقرروا يدعموهم، بس يوري هجمت ماريا من ورا، بس هي بتسحب أليس عند الهجوم وخلعت الدرع بتاعه، بس قبل ما تكسره ماريا شنت هجوم مدمر على توني من قريب وزقته على الحيطة ووقعت لين على الصخور. وبعدها بنشوف أليس طلعت تاني وقفت ورمت سحرها على ماريا، بس هي نورت هجومها لتوني، فأليس اضطرت تجري عليه علشان تدافع عنه، بس وهي بتستخدم حاجزها علشان تصد هجوم ماريا ضربها هجوم بحجر في بطنها وخلاها مش باينة.
باينه. وبعدها بنشوف يوري وهي خايفه جدا لما ماريا قربت منها، وفجاه بيجي شين وبيقول لماريا توقف اللي هي بتعمله، وفعلا بتوقف وهو بيخلي لين تطلع من الحجر ويعالجها. شين غضبان لما شاف صحابه المصابين وبيطلب من يوري انه يقدم الاسعاف ليهم، بس ماريا فضوليه وبتكون عايزه تشوف مدى قوته وهي هتشتغل عليه. وبعدها بنشوف شين بيهاجمها بسكينه فوق صوتيه، بس هي بسهوله تجنبته وبتروح حاطاه في السجن حجري. وبعدها بنشوف شين وهو بيخترق وبيلاقي ماريا جايه عليه، هو واقف بيدافع عن نفسه بحاجبه، وفجاه بيحصل انفجار ضخم. وبعدها بنشوف ماريا بتهاجمه وهي بالعافيه بتتجنب الضربه من سكينه فوق صوتيه. فجاه وصل اوبوفيوس والتانيين علشان يدعموا شينو، وماريا فهمت ان دي فرصتها تهرب. هي كانت مفكره انها فازت على شينو، في الطريق اتصدمت في وش ماريا ودهستها على الارض. وبعدها بنشوف شين يستخدم جزمته النفاثه علشان يعرف يوصل لها، بس طريقه اتقطع بسبب انه اتكعبل بجدار الثلج وده اللي وقعه. وبعدها بنشوف مساعد زيست اللي طلب من ماريا تهاجم الصحراء دلوقتي علشان هم محاصرين، وبالفعل هي بدات تطلع وتجمع قوه سحريه مجنونه. وبعدها بنشوف شين بيبص لاصحابه اللي بيتمسكوا باي مشكله علشان يتوتروا، بيفكر انهم هيموتوا كلهم لو الهجوم وصل لهم، بس هو بيصرخ على اوبوفيوس وبيطلب منه يحمي البقيه. لما ماريا فجاه فضلت تهاجم عليهم، الكل حاول يحمي نفسه على قد ما يقدر. وبعدها بنشوف شين استخدم قوته علشان يخلق حاجز عملاق علشان ينقذ الكل، بس هو تعب ودفع الانفجار لفوق، بس لما فتحت الدخان لقى الشياطين اختفوا. الاصحاب كلهم ماشيين تمام، اجتمعوا وقرروا ان المرأة الشيطانية دي لازم تكون ساحرة محترفة من قوتها. وبعدها بنشوف اوبوفيوس مش عارف شغلة الهجوم ده مقصود ليه، وبيفكر شروم عامل ايه دلوقتي. وبعدها بنشوف شين مصدق انه من الافضل انه ما كانش شخص متورط في الهجوم ده، والا كانت الامور كانت هتسوء اكتر لو ما كانش اتدخل. وبعدها بنشوف شين بينقذ الكل وبيحذرهم من الشياطين وبينصحهم يكونوا حذرين في المرة دي. وبعدها بنشوف شين واوغست بيروحوا المركز الانقاذ وبيلاقوا الامور خطر جدا جدا هناك، ده غير سيسيليان ومارك واوليفيا مشغولين بعلاج الناس المصابين، وبيقولوا ان في كتير من الناس المصابين وسيسيليان بيعالج اللي جرحهم خطير. وبعدها بنشوف اوغست بيقرر ينادي الكل هنا لمساعده في العلاج وبيطلب من شين يدعم حبيبته. وبعدها بنشوف سيسيليان بتوصل لنهايه سحرها، بس بتستمر تحاول تنقذ حياه اي حد بيفقد قوته السحريه قريبا، وعلاج مريضها بيتوقف. بتبكي لانه مفيش حاجه تقدر تعملها لان اصابته خطيره جدا، بس شين بيقول ان جروحه خطيره جدا مش هتتشافى بالزي، بس بيؤمن انه ممكن ينقذها. وبعدها شين بيستخدم كتير من سحر العلاج للراجل، وهو معجب ان سيسيليان قدرت تحافظ عليه على قيد الحال فتره طويله، وبرغم من اصاباته الخطيره الا انه بيعالج الاعضاء المصابه جزء جزء، والراجل بيتخلص من الخطر بكل سلاسه. واما زوجة المريض شكرت شين وسيسيليان بتكون مش مرتاحه مقارنه بيها، وهما بيمشوا بعيد عن الاوضه بتمسك سيسيليان لبس شين، بس وهو فوق كل ده بتقول انها مش هتقدر تعمل اللي هو عمله، وبتفضل تعيط وبتقول انها عديمه الفايده زي ساكورا ودايما لازم تعتمد عليه، بس هو بيقول لها انها مش كده، بس شين بيقول لها انها السبب ان المريض عايش وبيسميها سانتس. بعد كده السحرة النهائيين بيقابلوا الملك سويدي وهو بيشكرهم على انقاذ مملكته اوجست، وبيقول للملك ان في حاجات في القضيه دي مش مريحه لانه مش فاهم ليه شروم هاجم مملكه صغيره زي كده بعد ما دمر الامبراطوريه. وبيقول للملك ان شين حارب شروم قبل كده وطردوه، وده يعني انهم لازم يكونوا عارفين قوتهم اللي اوجست عاوز يعمل تحالف مع الملك سويدي، وهو بيوافق يساعد ايرلشايت في المستقبل. بعد كده الفريق بيتجمع مع بعضه، وشين بيفكر انهم لازم يكونوا جاهزين لهجوم شياطين تاني في اي وقت، بس اوجست كان بيفكر في نفس الحاجه وبيعلنوا انهم هيحموا العالم مع بعض. بعد كده بيرجعوا لعاصمه ايرلشايت باستخدام البوابه، وبيلاقوا حفله بانتظارهم من فرسان والصحراء، بيعملوا حفله للاحتفال بالسحرة النهائيين اللي طردوا الشياطين، وشين بيتعب من سماع الاسم ده. وبعد كده الكل بيجي يهنيهم على اللي عملوه. اوجست بيقول لامه ان عنده تقرير عن الحادثه دي وبيخبرها عن التحالف مع الملك سويدي. بعدين هيطلب اذن من ابوه يتواصل مع الدول الاخرى علشان ينضموا للتحالف الملك سويدي، فبيعطيه اذن انه يتكلم مع كل دوله زي سفير له. وشين بياخد اذن من اجداده انه ينضم مع اوجست في رحلته مي، واللي بيعلنوا انهم هينضموا ليهم، وعلى الرغم من اعتراض اوجست ابوه بيديله الاذن. في اليوم الثاني السحرة النهائيين بيبتدوا رحلتهم علشان ينقذوا العالم من خطر الشياطين. وبكده تكون انتهت قصه ابطالنا النهارده. فقبل ما ننهي قصتنا لا تنسوا الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا اللايك والشير والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا استمر. ولو انت جديد في قناتنا اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. اشوف وشكم على خير. بتتكلم حكايتنا عن طالب ثانوي بيفهموا كل الطلاب طريقته بشكل عكسي وبيعتبروه مثلهم الاعلى، وهو بيكون منطوي بسبب موقف حصل له في اعدادي، وبيحسب طول الوقت انه مكروه وبيكون مشهور ومحبوب وبيعرف كده في الاخر. فقبل ما نبدا قصتنا لا تنسوا الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا اللايك والشير والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا استمر. ولو انت جديد في قناتنا اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا قصتنا. بتبدا قصتنا بايزاوا وهو بيجري، وبعدين بيفتح الباب على اصحابه الثلاثه اللي قاعدين حوالين ترابيزه وعاملين مجموعه جيش هاندا سيري، وبيقول لهم اسمعوا كلكم في اخبار مهمه، شكل كده في انمي هيطارد وهيتكلم عن هاندا. بيبصوا له اصحابه اللي
اللي كانوا ماسكين مجلات وبيقولوا له ايه اخيرا الاعلام شاف هاندا-سان. بيرد يوكيو بيقول بس ده متاخر لو عايز رايي. بيقول ريو بس على الاقل استوديو الانمي ده عنده ذوق حلو، وسمعت احلام بعض الاشخاص اللي عملوا حاجات عظيمه، بس ليه طالب ثانوي عادي زي هاندا؟ بيرد عليه ايزاوا وبيقول له ما تجمعش بين هاندا وبين باقي الطلاب الثانويه العاديين. سمعت ناشر محدد في شركه غامضه بدا يتحرك في السر، وبعد كده عملوا عقد سري، بعدين كل الناس بداوا ياخدوا بالهم من المشروع السري ده. بيرد تسوتسوي وبيقول له سيب كل ده لهاندا وكل الغموض اللي عنده. بيقول يوكيو يا ترى هيكون زي باقي الانميات اللي بتتكلم عن طالب مدرسه مشهور، ويا ترى الاولويه هتكون في الكلام عن ايه؟ بيرد تسوتسوي وبيقول اكيد هتتكلم عن رجوله هاندا، بس هاندا واحد طيب علشان كده. بيقول له ريو بس الايام دي محدش بيتفرج على الانميات الرجوليه اللي زي دي. بيرد عليه بعصبيه وبيقول له نعم، امال انت مفكر هم هيتكلموا عن ايه؟ بيقول له ريو اكيد هيكون عن الاناقه والموضه والرومانسيه للمراهقين، وهاندا انيق علشان كده هيمثل كويس في فرنسا. بيرد عليه ايزاوا وبيقول له عندك حق، ولو عرفنا نجاملهم يمكن يجي له دعوه علشان يروح اليابان، بس اللي بيميز هاندا هو هوايه الخط، علشان كده ممكن نستخدم الحضاره اليابانيه علشان يجي اليابان. بيقول لهم تسوتسوي مهما فكرتوا عمركم ما هتعرفوا هم هيعملوا المسلسل ازاي. بيرد عليه ريو وبيقول لهم ممكن يعملوه خيال علمي وبيقتل فيه وحوش ومخلوقات فضائيه وبيطير في السماء على تنين وبيقتل الوحوش بسيفه. بيرد عليهم يوكيو بيقول لهم هاندا طالب ثانوي عادي، واكيد هيكون المسلسل دراما مدرسيه، وهيكون واحد بسيط وخجول وبيخاف يكون تحت عيون الناس. بيزعقوا له اصحابه وبيقولوا له مش عشان انت واحد عادي يبقى تخلي هاندا كمان شخص عادي، هاندا شخصيه عكسك. بيرد يوكيو وهو زعلان وبيقول لهم عندكم حق. بيقول لهم ريو هنعرف الحلقه بتتكلم على ايه، وبيبص في مجله وبعدين بيقول لهم الحلقه الاولى اتذاعت. بيرد اصحابه بيقولوا ازاي مش معقول. بيرد ايزاوا بيقول لهم مفيش حد من جيش هاندا عنده معلومات عن الانمي، ما ينفعش اللي حصل ده ومحدش فيكم سجلها، ده عيب في حق جيش هاندا لازم نشوفها. بعدين بيقول له ريو مش يمكن داش او نسي يسجلوها. بيرد ايزاوا بيقول صح، وبيتصل بيهم بيلاقيهم مش عارفين اصلا مين هاندا. بيتنرفز عليهم وبيقفل السكه وبيقول لاصحابه احنا نتصل بالاستوديو، وبيتصل وبيقول لهم عيدوا الحلقه. بيرفضوا بيقولوا له شوفها على DVD وبيقفلوا السكه في وشه. بيتنرفز وبيقول لاصحابه قال لي نشوفها على DVD ومستحيل نشتري من حد ضد جيش هاندا. بيقول لهم ريو طيب ايه رايكم نعمل احنا انمي هاندا؟ بيقولوا له فكره حلوه، بس مش بيوافقهم يوكيو وبيسيبهم وبيمشي وهم بيعملوا الانمي. وبعد ايام بيخلصوه وبيجيبوا يوكيو وبيشغلوا الانمي، وكان وحش والرسومات والكلام مش حلوين، وقال لهم يوكيو انه مش حلو والصوت كان عايز يتغير، ولسه هيكمل كلامه بيقطعوه بزعيق وبيقولوا له اسكت، شكوتك كبيره على واحد بيتفرج، بس انت مش عارف الموضوع صعب ازاي وخد مننا وقت ازاي. بيلاقوا الجرس بيرن وبيفتح السوتسوي بيلاقي طرد ليه، وهو جوابه مكتوب عليه من بره انه تبع الاستوديو، وبيحسبوه شكوى من الاتصال اللي عملوه، بس بيلاقوا مكتوب فيه احنا بنعتذر لجيش هاندا على التاخير باننا نبعت التقرير. بيقول له ريو بس محدش يعرف حاجه عن جيش هاندا واحنا مش مشهورين. بيرد البطل وبيقول له ما تهتمش. بيقول لهم تسوتسوي ده معاه CD للحلقه الاولى من انمي هاندا وبيقعدوا يتفرجوا عليه. في المدرسه بنشوف الطالب الثانوي اللي اسمه هاندا وابوه هو هاندا سامي، وبيشتغل مؤلف في فن الخط، وبيمشي هاندا في المدرسه وكله بيبص عليه وبيبص لهم بيخافوا، فبيقول لنفسه كله بيكرهني كالعاده بس انا مش مهتم ومش عايز اصاحبهم، وبيعمل حواليه حاجز وبيدخل المدرسه. بيفتح الدولاب بتاعه بيلاقي جوابه وبيقول كالعاده رساله تنمر. انا متعود على الرسائل دي من وانا في اعدادي، بس ما توقعتش حد يبعت لي وانا في ثانوي، ولو قريتها هحتاج ابعتها ل3 اشخاص تانيين، بس انا ما عنديش حتى 3 صحاب. بس دي شكلها مش رساله تنمر، بس رساله ايه، وراح رميها. وبتزعق له بنت شكلها غريب ضخمه وراسها كبيره وطريقتها وحشه في الكلام. بترد عليها صاحبتها وبتقول لها بس يا جوري. بتقول له جوري ما ينفعش انك ترميها كده، ده مايكو قعدت طول الليل بتكتب لك الرساله دي، على الاقل بص عليها. بترد عليها صاحبتها وبتقول لها مش مشكله انا كويسه. بتكمل جوري وبتقول له بطل طريقتك دي، انت رميتها قدام الشخص اللي كتبها. بيقول هاندا لنفسه كتبت رساله تحدي ليا، متهيألي البنت مش هتكلمني فجاه، الاحسن ان اسمع منها هي عايزه تقول لي ايه. بيكلم مايكو بيقول لها كنت عايزه تقولي لي ايه. بيتكلم مايكو جوري وبتقول لها سمعتي ينفع كده، لازم اقولها قدامه كلها. بتقول لها جوري يلا قوليها. بيقول هاندا لنفسه ايوه كده، اكيد مش هتقدر تضايقني قدام الطلاب كلهم. راحت قالت له تعالى للساحه اللي ورا بعد المدرسه لو سمحت. بيتصدم هاندا وبيتخيل انه لما هيروح هيلاقي حواليه بنات كتير وهيقعدوا يشتموه، وبعدها الرجاله هيجوا يضربوني ويحطوني في مصنع مهجور. لازم اعمل حاجه قبل ما اليوم الدراسي يخلص وما ينفعش اهرب، هيضايقوني بيها باقي حياتي. بيقعدوا في الفصل وبيقول هاندا لازم اكلمها قبل ما اليوم يخلص، وبيكتب حاجه في ورقه وبينادي عليه المدرس بس مش بيركز معاه، وبيجي له المدرس وبيتعصب عليه وبيقول له عارف انك بتشتغل بالخط بس
بس ده وقت الدراسه، وبيقول له يجاوب على السؤال اللي على السبوره. بيروح هاندا وبيكتب على السبوره بالحبر، وبيقول له المدرس بس وقف كتابه. فهمت، انا بعتذر لك اني وقفتك. وبيكمل هاندا كتابه، وبيحاول يفتكر هاندا اسم البنت بس مش فاكر، ومش عارف يسال صاحبتها علشان قاعده تبص له طول الوقت كانها عايزه تضربه. لازم يلاقي طريقه علشان ينده عليها، وبيفكر بعدها يكتب رساله ويديها لجوري توريها لمايكو. بتقول جوري لنفسها انا ايه اللي بفكر فيه، مايكو هي اللي بتحبه، وانا كبنت مايكو الطف مني، وحتى لو اعترفت لهاندا المنعزل بحبها يعترض، لازم احاول اعترف لهاندا. بتتفاجئ جوري بهاندا وراها بيديها رساله وبيقول لها اقري دي. بتقراها وبتلاقيه بيقول انه هيستنى ورا المدرسه. بيقول هاندا لنفسه دلوقتي متبقي انها تقبل عرضي، يا ريت اعرف انهي الكلام ده في المقابله دي. بتاخد جوري رساله وبتطلع بره الفصل، وبتشوفها وبتقول مفيش حد في ثانوي يقدر يقرا الرساله دي، بس لازم اعرف محتواها. بيسال هاندا نفسه يا ترى وصلت لها رساله الاعتذار، مش متاكد علشان هي بتتصرف بطريقه غريبه. بتقول له المدرسه هاندا تقدر تجاوب على السؤال ده. بيرد على المدرسه وبيقول لها ده بس تضييع وقت. بيجي وقت الغدا وبتيجي مايكو الفصل لصاحبتها، وبتقول لها يلا ناكل البنت مع بعض، انت جبتيه؟ بتقول لها ايوه، وبتطلع الاكل وكان متزين وشكله حلو. وبتاكل مايكو من اكل جوري وده ما بيعجبش جوري، وبتسالها هو احنا ليه صحاب؟ بترد مايكو بتقول لها السؤال ده. بتقول لها جوري كان ممكن تصاحبي بنات لطيفه عني. بتقول لها مايكو علشان انا ببقى على طبيعتي معاكي ومش بحب اصاحب بنات الطف مني. بتقول جوري لنفسها ما ينفعش اسيبها تحط ايديها على هاندا. بيخلص وقت الغدا وبيقف هاندا بره يستناها ومش بتيجي. بيتعصب في الفصل وبيقعد يكتب في رسائل ويرميها، وبيقول معقول ما قريتش الرساله، ده اليوم قرب يخلص. وبيخلص اليوم وبيقول هاندا متاكد ان هيكون في ناس كتير هناك بس مفيش في ايدي حاجه، لازم اروح. وبيروح هاندا وبيقف قصادهم وبيقول بصوت عالي هاندا هنا ومستعد. بتتكلم جوري وبتقول له جيت يعني؟ بيرد هاندا وبيقول لها مش عارف ايه اللي بيحصل بس خلصي بسرعه. بتساله جوري ازاي مش عارف ايه اللي بيحصل في الموقف ده؟ بيقول لها هاندا انا مش كويس في قرايه المواقف. بيتكلم الناس اللي حوالين هاندا وبيقولوا هاندا مدهش قوي، اكيد في بنات كتير اعترفوا له بحبهم، ده شخص صريح قوي. بيقول هاندا لنفسه باين ان البنتين دول عدوتين، وعشان هما بنات هيتحول في اوحش الحالات لخناق بالكلام، وعلشان اكسب لازم اعرف طريقه الرد على العدو. بتتكلم مايكو بتقول قلبي بيدق جامد، حاسه هيقف، وعلشان انا متوتره اقول الكلام اللي انا عايزاه كتبته لك في جواب خده. وبتمد ايديها بتضرب جوري ايديها وبتقول لها معلش ايدي اتزحلقت. بتاخد مايكو الجواب تاني وبتضربها جوري تاني وبتقول لها ايدي اتزحلقت تاني، وبتعيدها كذا مره. بعدين بتتعارك مايكو وجوري وبتمنع جوري مايكو تدي لهاندا الجواب وبتقول له اهرب بسرعه امشي، وبيتعاركوا سوا. بيقول هاندا مش فاهم حاجه انا ماشي، وبيلف هاندا وبيقول انا ماشي. وبعدين بيقول لهم تعرفوا المفروض الاصدقاء ما يعملوش كده، لازم تحافظوا على صحبتكم. بتروح له مايكو وبتقول له خد الجواب مش هخليك تمشي غير لما تاخده. بيبص لها هاندا وبيقول لها خطك وحش وبيمشي. بتتصدم مايكو وبتفضل في المكان تعيط، وبتفضل معاها جوري والناس كلها بتمشي. بتقول لها مايكو هو مش بيحبني. بترد جوري وبتقول لها انه قال خطك وحش، بس بتقول لها مايكو ما الخط بالنسبه له كل حاجه. بترد عليها جوري وبتقول لها يبقى نتعلم الخط سوا علشان نكتب جواب حب لهاندا بخط حلو. جوه الفصل بيدخل ايزاوا وهو صاحب دماغ حاده وشخصيه قياديه ولقبه هو الرئيس، وبما انه صاحب الاسم ده فهو كان ومازال بيقود المجموعه بقاله 10 سنين ومفيش فرق في حياته كرئيس، بس فجاه قربت النهايه. بيقول المدرس هنختار بالتصويت، وكاتب على السبوره ايزاوا هاندا، وعشان يكون في عدل هتكون الاسامي مجهوله، وبيحطوا التصويت في الصندوق وبتكون النتيجه تعادل. بيقرروا يلعبوا حجر ورقه مقص علشان يحددوا اللي هيفوز، وعلشان هاندا مش عايز يكسب بيقول لايزاوا انا هلعب حجر، بس ايزاوا مش بيصدقه وبيلعب مقص وبيخسر. بعدين ايزاوا بيقول للمدرس يلعبوا تاني وبرضه بيحصل نفس الحوار وبيخسر، وبيقول للمدرس هاندا هو الرئيس، وبيعيط ايزاوا وبيقول كل ده علشان مش بصدق الناس. بيفكر هاندا وبيقول لنفسه اتدبست وهعمل حاجه للتانيين لازم اتصرف، وبيرفع ايده وبيقول للمدرس انه تنازل. بيرد ايزاوا وبيقول له لو انت اتنازلت علشان بتشفق عليا انا مش راضي. بيرد هاندا وبيقول له دي مش شفقه، انا كنت بفكر دايما انه لازم انت اللي تعمل كده. بيقول له ايزاوا طيب وليه ما رفضتش من الاول؟ بيرد عليه هاندا وبيقول له حسيت بالزعل عليك وكنت بحسبك انت كمان كده، كل الاحوال انا مش هعمل كده وهسيبهولك، وبيمشي. بيقول الطلاب ده مشي ما عندوش مسؤوليه. بيرد ايزاوا بيقول لهم غلطانين، انا اللي كنت من الاول بفكر في اني اكون الرئيس وما فكرتش بالباقي، ومن اللعبه اللي لعبناها اتعلمت النثق في التانيين، وده علمهولي هاندا علشان شاف شخصيتي الانانيه، بس فكره انه انسحب بسبب انه مشفق عليا دي مزعلاني. رد واحد من الطلاب وقال له ما كانتش شفقه، وبيوري له ورقه هاندا وبيقول له هاندا صوت ليك من الاول. بيقول له ايزاوا مش مصدق وبيعيط. بيقول المدرس لو هاندا موافق على كده يبقى ايزاوا هو الرئيس. بيقول ايزاوا لا انا اول مره ابقى مبسوط كده واتعلمت حاجه
حاجه. وبيدخل هاندا الفصل وبيلاقيهم كاتبين على السبوره هاندا الرئيس وايزاوا نائب الرئيس. بيتعصب هاندا وبيقول دول بيدبسوني بقى. بيدخل ايزاوا وبيقول لما مشيت اتكلمنا شويه وشفنا انه مفيش احسن منك انك تكون الرئيس، وعلشان انت مشغول بفن الخط انا هعمل كل الشغل وهنعمل كل اللي بايدينا ومش هنخسر قدام الفصول التانيه. بيقول له هاندا ينفع اسالك هو رئيس الفصل بيعمل ايه؟ بيدخل ريو وعنده 17 سنه وغريب اقول ده، بس هو وسيم وطالب وعارض وبيخطف نظر البنات لما بيروح اي مكان. كانت حياته في المدرسه مثاليه لحد ما بقى مع هاندا في نفس الفصل وبقى يخطف انظار البنات منه. بيقف حوالين ريو البنات وبيقولوا له انت في المجله، مش ده المصمم اللي اكتشفك؟ بعدين بيقولوا له هاندا يكون فيها هتليق عليه برضه. بيتعصب ريو بيقول لازم ارجع الميه لمجاريها، وبيقول لهم بس في حاجه في هاندا اكتر من شكله. بيضحكوا بيقولوا له انت بتغير. بيتعصب وبيقول لهم لا بسال. بيقولوا له هو اكتر وسامه، بس فعلا في حاجه تاني. وبيفكروا. بيرد واحد من التلاميذ وبيقول السكوت والغموض وتعابير وشه الحاده بتخليه ما يتقاومش. بترد بنته وبتقول وهو عكس العارضين بيعمل عمل تاريخي وثقافي وهو شخص صعب حد يوصل له. بيرد ريو بيقول في الحاله دي انا برضه عارض صعب حد يوصل لي صح. بيتريقوا عليه وبيقولوا له يا ترى بيبعدنا عنك كام سنتيمتر وبيضحكوا. بيتضايق ريو بيقول ايه السحر اللي عنده مش عندي لازم اكتشف. وبيراقب ريو هاندا وبيقول لنفسه هو مش مشترك في ولا نادي في المدرسه، اكيد بيعمل حاجات برضه تزود من شعبيته. يا ترى بيكلم بنات في السر ولا بيستغل فلوسه علشان يجذب البنات؟ بيشوف بنات جايين من بعيد وبيقول في بنات جايه عليه اما نشوف هيعمل ايه. وفجاه بيختفي هاندا وبيمشي هاندا قدام. بيتكلم ريو مع البنات وبيكمل مشي ورا هاندا اللي بيقف يبص على قطه. وبعدين بيكمل طريقه وبيدخل شارع. بيقول ريو ده شارع الموضه اللي اكتشفني فيه كارولين. وفي الوقت ده زي ما توقعت مكتشفين المواهب بيبقوا في كل مكان، ولو اكتشفوا هاندا اكيد هيبقى عارض وكله هيحبه، لازم امنع ده. وبيجري ريو بيروح يكلم كارولاين اللي كان بيبص على هاندا وبيقول شكله مدهش هروح اكلمه. بيقول له ريو مفيش حد هناك ده شكله مش حلو. وبيضرب ريو وبيقول ما عنديش وقت يلا هروح اكلمه. بيروح لهاندا وبيطلع له قطعه من الهدوم وبيقول له ينفع تلبس ده؟ بيشد ريو وبيقول له مش هخليك تديهوله. وبيقول لهاندا يلا البسه لو عايز تبقى نجم، البس بس اللي بختاره لك. بياخد هاندا قطعه الهدوم وبيحطها على كتف ريو وبيقول هو ده اللي المفروض يلبسها، انا ما اعرفش قيمه اللبس ده بس انا مش محتاجه، اديلي اللي بيحتاجه. وبيمشي. بيقول ريو ده سبب حب الناس ليه، بصته اللي كلها حنيه. وفي المدرسه بتروح البنات لريو وبيقولوا له انت استقلت بجد؟ بيقول لهم ايوه انا اتطردت علشان ده شغل مش مناسبني. بيتكلم ايزاوا مع هاندا وبيقول له خد دي ووصلها لتسوتسوي. بيبص له هاندا وبيقول له ده طالب في فصلنا بقاله كتير مش بيجي، هو بشرته ناعمه وشكله صغير فكان كل الطلاب بيضايقوه ويضربوه وممكن ده يكون السبب، انا كاتب جوه الجواب انت بس هتديهوله. بيروح هاندا لبيت تسوتسوي بيخبط مش بيلاقي حد. بيظهر من وراه شخص ضخم وبيقول له انا تسوتسوي. وبيقول له ما كنتش كده وكله كان بيتنمر عليا وحتى البنات كانوا بيضربوني بسبب جسمي الضعيف، فقررت اني مش هروح المدرسه تاني ومش هخرج. بعدين شفت اعلان على التلفزيون لمنتج بيكبر العضلات وبقيت ضخم ورحت استنيت الطلاب وضربتهم. ويبص له هاندا وبيديله الجواب. بعدين بيجي مجموعه وبيقولوا لتسوتسوي احنا جينا ناخد طار اصحابنا. بيمد هاندا ايده وبيسلم تسوتسوي الظرف فبيحسب ان هاندا هيقف معاه وبيبص هاندا للشباب فبيخافوا لما بيعرفوا انه هاندا وبيجروا. بيروح تسوتسوي المدرسه تاني يوم لانه اعجب بهاندا وعايز يكون صاحبه او حتى الحارس بتاعه. وبيتفاجأ صحابه من شكله اللي اتغير. بيقوم يوكيو علشان يروح حصه الطبخ وهو طالب عادي في المرحله الثانويه ودرجاته متوسطه في الدراسه والرياضه وعنده صحاب قليلين بس كويسين وعايش حياه عاديه بس كويسه ومش عايز يكون مشهور. بيروح لصف الطبخ وبيبقى مجموعات وبيكون هاندا يوكيو ريو وتسوتسوي في نفس المجموعه. بيتوشوشوا كلهم بعيد عن هاندا وبيقولوا احنا هنعمل اكل حلو لهاندا. وبيلاحظ يوكيو ان هاندا اتضايق انهم مش بيشاركوه وبيقول لهم لا لازم كلنا نشارك. بيرد هاندا وبيقول له مش عايز اشارك اصلا، الطبخ مش للرجاله واللي بيطبخ هو اللي اتنازل عن كبريائه. بيرد عليه ايزاوا وبيقول له احنا هنطبخ لك. بيمسك هاندا البودنج الجاهز ومش بيعجبه وبيرميه وبيعمل هو بودنج وفي نفس الوقت بيتعارك باقي الفريق اللي مش عارفين يطبخوا. وبعدها بيلاقوا الطاسه مولعه وكان هيطفيها هاندا بالميه بس يوكيو طفاها بطفايه الحريق وبيزعلوا ان الاكل باظ وبيفتكروا البودنج. بيطلعوه ياكلوه وكان طعمه وحش بس بياكلوه علشان هاندا اللي عمله ما عدا يوكيو اللي اعترض. بيقعد هاندا بره المدرسه وبيسمع الطلاب وهم بيتكلموا عليه وبيقولوا ان كان في حريق وهاندا طفاه وكمان عمل بودنج مميز. وبيمشي في المدرسه وكله بيبص عليه وبيقول لنفسه كل الطلاب بيكرهوني ما عدا الشخص ده صديقي الوحيد. وبيجري هاندا وبيقول يا ريت يكون فهمني، بعمل نفسي مش عارفه في المدرسه وكل يوم بستخبى من كوافوجي بس بعمل كده علشان ما حدش يضايقه. بيبداوا في التنظيف بس الطلاب مش بيرضوا يخلوا هاندا ينظف معاهم بس هو
مفكرهم بيكرشوه علشان هيعطلهم. بيقابل هاندا كوافوجي بره المدرسه وبيروحوا يشتروا ورق، وبيقابلوا بنات بيستخبى هاندا وبيقول لكوافوجي بستخبى علشان ما حدش يعمل لك مشكله لما يعرفوا اننا اصحاب. بيقعدوا في كافيه يشربوا حاجه وبتيجي بنت وبتستخبى فبتسال على هاندا لانها عايزه تشتري مخطوطات لانها سمعت انه بيبيعها، فبيقول لك كوافوجي علشان كده في زمايل لينا كتير النهارده بتدور عليه. هاندا اكيد مش بيعمل كده، قالت له عندك حق ومشيت. بيقول له كوافوجي تقدر تقول لاي حد انك صاحبي عادي. بيرفض هاندا وبيفتكر كوافوجي وبيقول لنفسه انا السبب في حاله هاندا، اول مره شفته كنا في الاعداديه وجت السمباي وهي بنت جميله جدا وكنت بحبها وعملتني مرسال وادتني جواب اديهوله رغم شعبيتي. وبيروح كوافوجي يقول لهاندا السمباي طلعت عليك انك كاتب فضايح، ومن وقتها هاندا قفل قلبه وما قدرش يعدي الحقيقه دي علشان اتصدم ان اجمل بنات المدرسه عدوه ليه، وحاول يصلح اللي عملته وما عرفش، بس في يوم من الايام هيصلح اللي عملته وبعديها هاندا يقدر يعيش في هدوء وراحه. وبيقول ان نفسه يقول له قد ايه هو مشهور بس انا مستمتع علشان كده هستنى شويه، انا معجب بهاندا او كنت معجب بيه، ومعنى كده ان مش هينفع اكون انا وهو واحد، وانا اتولدت علشان اكون هاندا، لا انا هاندا. بتبدا الحلقه بالكلام ده من شخص مجهول، وبعدها بيظهر نسخه من هاندا بس شريره وحواليها آلة سوداء وكان ماشي ورا هاندا. بيقعد هاندا في الفصل وبيمسك واحد من الطلاب ورقه وبيقول للباقي ده شعر لهاندا، وبيزعل هاندا ان هم عملوا عنه اشاعه انه بيكتب شعر، بس ايزاوا اتسوتسوي يوكيو وريو كانوا بيمشوا وراه وبيقولوا انه كذب وعايزين يبينوا الحقيقه. بيطلعوا يستنوه بره المدرسه، بيلاقوا الشخص المزيف اللي عامل نفسه هاندا قاعد وبيبيع شعر، بيضربوه لحد ما بيعترف لهم انه معجب بهاندا ووصلت للجنون وكان بيفكر فيه لحد ما بقى عايز يبقى هو هاندا. بيروحوا المدرسه علشان يعتذر هاندا المزيف من هاندا ومش بيلاقوه، بيشوفوا طالبتين من المدرسه هاندا معدي بيجروا وراه وبيلاقوه بيقف مع بنت وبيديها هديه، فبيصوروه وبينشروا في المدرسه ان عنده حبيبه وبيغيروا وبيبدا يتحول حبهم ليه الكره ومفكرين انه كان بيضحك عليهم. وبيدخل الفصل بيلاقي كلمه مكتوبه على الديسك بتاعه وهو ترجمها ولقاها انها كلمه موت، واللي فكر فيه هو ان الخط عجبه. لما بيمشي كله من الفصل بيقعد المعجبين بهاندا وبيقولوا يمكن ترجمتها هموت، وبعدها بيسمعوا صوت حد بيصرخ، بينزلوا بيلاقوا البنت اللي اداها هاندا الهديه قبل كده واقفه وبتصرخ باسمه، وهي بنت معروف عنها انها محترمه ومتفوقه وبتقول انها بتحبه من زمان، وقعدت تغني وتقول انا درجاتي بقت قليله وحياتي بقت بايظه بسبب هاندا، وانها بتحبه وفضلت تراقبه من بعيد علشان ما تقيدهوش بحبها، وجن جنونها لما عرفت انه عنده حبيبه وبتقول انه لازم يكون ملك كل معجباته مش بيحب واحده بس. بتبص وراها بتلاقي هاندا واقف في الفصل وهو كان قال لنفسه قبلها انه عايز يغير الديسك ده، وبيقف هاندا وبيقول لنفسه ان الديسك بتاعه عالي ولو واحد اقل علو من كده مش هيبقى مريح، وبيقول بصوت عالي انك كنتي مميزه ومش قابله للاستقبال بالنسبه لي، انا اسف. بتنزل ميو وهو ده اسم البنت واللي فكرت انه بيتاسف لها وبتعيط وبتقول ما ينفعش اغلط فيك تاني بعد الاعتذار ده، وبتقول عليه انه طيب وقاسي في نفس الوقت، وبتقول لاصحابها فهمت معنى الحب وهو انك ما تستناش حاجه من اللي بتحبه وما تستناش مقابل لده حتى لو هو عنده حبيبه، وبتعيط وبتقول لا مش مستحمله وبتجري. وهي قاعده عند الحوض وبتعيط بتيجي بنت بتقول لها انت كويسه، بتبص لها ميو وبتلاقيها نفس البنت اللي كانت في الصوره مع هاندا، وبتتفاجئ انها كبيره في السن وبتقول لها انها ام هاندا وجت علشان مقابله الاباء. بتجري ميو فرحانه وبتقول للباقي وبتخلص حرب هاندا وبترجع البنات تحبه تاني. بيقعد هاندا وامه والمدرس وبيقول هاندا لنفسه للاسف بتتفاجئ امي ان الكل بيكره ابنها. بيتكلم المدرس وبيقول لها انه مش اجتماعي وبيقترح يتكلم مع حد من الفصل، وتاني يوم بيحاول يتكلم مع اكتر من شخص بس بيفشل، وفي الاخر بيلاقي الفصل فاضي ومش عارف حصه اليابان هياخدوها فين. بيلاقي يوكيو داخل الفصل وبيتكلم هاندا معاه وبيرد عليه، فبيفرح هاندا وبيروح يقول لامه انه اتكلم مع شخص النهارده وبتقول له كويس. بتظهر بنته وهي تينوجي، بنت جميله وكل البنات بتحبها وهي مديره مجلس الطلبه وبتلبس لبس الولاد وبتكره الولاد وبتدافع عن البنات. وبتشوف هاندا اللي لما مشي كل البنات اتجننت فبتقول انه وراه سر، وبتشوف التحريات اللي اتعملت عنه بتلاقيها ما فيهاش حاجه وبتقرر تتحرى نفسها. بتخلي بنتين يروحوا يوقعوا هاندا وبيبداوا يقربوا. بيتكلم هاندا وبيقول انا عارف انكم هنا انتم قطط شرسه لازم تغيروا من نفسكم اللحمه السامه قوي. بيتكسفوا وبيمشوا. بيطلع ان هاندا كان بيتكلم مع قطتين وهم بيفكروا عليهم وبيروحوا يعتذروا لمديرتهم وبيقولوا لها هنبطل ناكل لحمه لفتره. بتتنرفز المديره وبتقول لهم هاتوا لي هاندا وبيكتفوه. بيقول لها هاندا في ايه؟ بتقول له هتتعاقب على الفوضى اللي عملتها. بيسالها عملت ايه؟ بتقول له بدل ما تكون رئيس الفصل بتلعب بعقل البنات وبتحكم عليه يلبس لبس البنات لمده سنه. بيطلع يجري وبيجروا وراه وبيقع واحد وبيوقعهم كلهم. فتفتكر تونوجي وهي صغيره لما كان الولاد بيتريقوا على اسمها
نادوها ساباكوا اللي ريحتها زي السمك، ومن هنا قررت تعمل عالم ليها بيحكموا البنات. بتفوق بتلاقي نفسها على الارض وبتقوم وبتمشي. بعدين بيفوق هاندا وبيفقد ذاكرته، وتاني يوم بيقول لكل الطلاب صباح الخير، واللي بيستغربوه وبيقعد وبيتكلم مع ريو ايزاوا وتسوتسوي وبيقول لهم انا فقدت الذاكره ومش في ايدي حاجه اعملها، بس انا فاكر اني كنت مشهور. وبيجري ويدور على معجبيه. بعدين بيجتمع اصحابه اللي بيقرروا يرجعوا له ذاكرته، وبيجري وراه تسوتسوي ويضربوا على راسه. بيخاف هاندا ويجري، وبيجري ريو ايزاوا علشان يضربوه، وبعدين بيقع من على السلم وبترجع له ذاكرته. بيمشي هاندا مع كاوافوجي وهو خايف بعد ما الطلاب ضربوه ومفكر ان كله بيكرهه، وبيقول كاوافوجي لنفسه لازم اعمل حاجه علشان يبطل خوف. وبيقول لهاندا بعد المدرسه ايه رايك نتقابل نلعب؟ بيقول له هاندا ماشي. وبيقف كاوافوجي يستنى هاندا، وبيلاقي جاي ومتنكر ولابس لبس غريب وباروكه ونضاره. بيقول له هاندا معرفش مين اللي بيراقبني كده، محدش هيعرفني واخد راحتي. بعدين بيجي شخص وبيقول اسف على التاخير. بيقول كاوافوجي لهاندا ده هاسيكاو معايا في الفصل وبيلعب كرة سلة كويس مع انه قصير ومهووس بمشاهير كرة السلة. بيعرف كاوافوجي هاندا ولسه هيقول اسمه بيقطعه هاندا وبيقول له اسمي هانزاوا وكنت بدرس في امريكا. بعدين بيسبقهم هاسيكاوا وبيقول كاوافوجي لهاندا مفيش داعي تخبي نفسك، ده طيب انا عايز يبقى عندك صحاب. وبيدخلوا يلعبوا بولينج ومش بيعرف هاندا وبيفوز كاوافوجي. وبعدين بيلعبوا رمي السهام وبيركز هاندا وبيفوز، وبيقول عليه هاسيكاوا انه مسلي. بيفرح هاندا وبيقول فعلا طيب يمكن نبقى اصحاب. وبعدين بيقعدوا وبيروح كاوافوجي يجيب لهم حاجه يشربوها علشان يسيب مجال لهاندا يتكلم. وبيسالوا هاسيكاوا عن المشاهير اللي يعرفهم. بيقول له هاندا انا ما اعرفش مشاهير كتير. وبيرد عليها هاسيكاوا وبيقول له هديلك شرايط فيديو احنا زي الصحاب. وبتظهر مجموعه من الطلاب بيضايقوا هاسيكاوا وبياخدوا منه الميداليات اللي كسبها. بيقلع هاندا لبس التنكر وبيروح لهم، فبيخافوا منه وبيمشوا. وبعدها بيمشي هاندا ومش بيعرف هاسيكاوا ان هو اللي كان معاه وكان منبهر بهاندا واللي عمله علشانه. تاني يوم في المدرسه بيوقع هاندا الورق وبيقول هاسيكاوا لهاندا انت كويس، وبيتفاجئ انه هاندا وبيجري بيكون شايفهم كاوافوجي واللي بيقول انه حاله هاندا بقت اوحش من الاول. بس ثقته بدات تزيد لما هاسيكاوا عطاله الشرايط اللي وعده يديها له علشان يعرف المشاهير. في الملعب داش وهو طالب سباق ال100 متر في المدمار واللي محدش بيقدر يهزمه وده لسرعته وبيسموه مدفع الشر. بيقف يشرب وبيقول لطالبها معاه انا في القمه زي العاده، وبتقول له خساره انك في فريق ضعيف زي فريقنا. بيقول لها ما تقوليش كده، انا اللي رفضت عروض من فريق النخبه وده علشان هاندا عايز اشوفه مهزوم قدامي، هزمني مره في اعدادي وانا عايز ارد له الهزيمه دي. اليوم ده كان هو قصادي وكان عندي وجع جامد في بطني وكان تقريبا الم الزايده وكان خايف يتهزم علشان كده استخدم منشطات وقعد يكعبلني وكسب. هو كان بيجري هاندا عادي بس هو اللي كان بيتخيل. بيشوف هاندا المزيف وبيحسبه هاندا وبعدين بيقول له هساعدك تتسابق مع هاندا بس بيرفض يروح يطلب منه لانه بيتوتر. بيقول له خلاص خلي حاجه بيخاف منها تكون وراه علشان يجري، فبيولع داش دخان وبيقول حريقه بس هاندا مش بيجري. والمدير بيعاقب داش. بيتكلموا المديره وبتقول له لازم تنسى الماضي وتنسى هاندا، انت كده هتدمر نفسك، دي موهبتك الوحيده هتسيبها علشان حاجه قديمه، هتسيب طريقك للحياه والشهره بسبب هاندا. عندك صحاب وبيدعموك وايوه احنا مش فريق قوي بس محتاجينك. بيقول لنفسه عندها حق، انا مش بطور غير مراقبتي لهاندا، انا فهمت دلوقتي لازم اطور نفسي واوصل الفريق للمباريات الوطنيه. بعدها بيلاقي هاندا بيجري بسرعه، بيروح جنبه داش وبيجري ويسبقه. بيقف هاندا وبيستغرب داش وبيقول كانه بيهرب من حاجه وبيهجم عليه كلب. بيطلع هاندا كان بيجري بسبب الكلب وبيزيد غضب داش من هاندا اكتر من الاول. في المدرسه بتقرا واحده من الطلاب الكف وبتعمل احصائيه للطلاب وعايزه تبقى مشهوره. وقتها بيكون هاندا بيبص على برجه واللي بيقول له انه سعادته في مساعده الاخرين. وبيسمعهم بيتكلموا وبتقول البنت انها عايزه تقرا كف هاندا. بيقعد على الديسك موطي راسه وبيمد ايده. بتروح البنت تقرا كفه وبتستغرب انه بيدل على انه شخص عادي ومش بتقدر تقول لهم كده، وبتقول لهم انه جديد وبيواجه مخاطر كتير. وبيسالوها عن مستقبله. بتشوف انه حواليه 5 أو 7 اطفال ومش بترضى تقول لهم. بتقف وبتفكر وبتقول استحاله تكون عرافه حقيقيه لو ما لقيتش الحقيقه، وده اللي اتعلمته من هاندا. بعد كده بننتقل للفصل وبيقول المدرس للطلاب اقعدوا مكانكم، هوزع عليكم درجات الترم الاول واللي هيسقط هيبقى في امتحان بعد اسبوع. وبيبص الطلاب لنتيجتهم وهم مندهشين. بيسقط تسوتسوي وريو وبيقعدوا في بيت تسوتسوي ومعاهم يوكيو وايزاوا في بيت تسوتسوي واللي بيساعدهم يدرسوا. وبيقول لهم احنا هنخلي المكان ده نادي هاندا السري ونختار لينا شعار. بيقول لهم يوكيو هنعمل نادي وشعار لهاندا ومن غير ما يعرف هاندا. طب ازاي؟ بيرد ايزاوا بيقول له 2 من 3 اللي سقطوا في الفصل في نادي هاندا
ودي حاجة مش كويسة، بس حظكوا ان اللي هيدرس لكم الاول على الدفعة. بيستغربوا بيقولوا له ازاي انت الاول؟ طب وهاندا كده في انهي مركز؟ لازم يكون هاندا الاول في كل حاجة. بيقول لهم ايزاوا يمكن هو التاني وعمل كده بقصد. هاندا مش بيحب يلفت النظر ليه وبيحب يبقى مستخبي، ويمكن عمل كده هو بيحب الخط وبيفكر ان الشهرة ممكن تعطله عن شغله. كل واحد مهتم بدراسته بس هو عنده كمان شغله. وبعدين بيقول عليه انه مدهش، وبيبص لهم يوكيو باستغراب من اللي بيقولوه وبيقول لهم يلا نذاكر. بيقولوا له ماشي هنذاكر علشان هاندا. بيرد ريو وبيقول مش كان الاحسن اننا كنا قلنا للشخص الثالث اللي سقط انه يجي يذاكر معانا؟ بيقول له ايزاوا ايوه عندك حق، هتكون حاجه حلوه لو كل اللي في الفصل ناجحين. بيعمل ايزاوا مذكره ملخصه يذاكروها، وعلشان يشجعهم مدخل فيها كلام عن هاندا، وشافوها وقالوا له انت عبقري. رد يوكيو وقال له كمان خيالك واسع. بيجي وقت الامتحان وبينادوا عليهم يروحوا للفصل. بيدخل ريو وتسوتسوي بيقعدوا، بعدين بيجي داش وهاندا المزيف واللي بيقعدوا يتعاركوا على كرسي هاندا ومين اللي يقعد عليه. بيدخل هاندا الفصل وبيستغربوا كلهم ازاي هاندا سقط، وكل واحد فيهم بيتكلم في سره وبيقولوا اكيد نسي اسمه. وداش بيقول كنت فاكرك شاطر. بيفتكر هاندا وهو عند المدرس واللي بيقول له هتعيد الامتحان عقابا ليك علشان نسيت تكتب اسمك وباقي درجاته كانت كويسه. بيوزع المدرس الامتحان وبيحل هاندا الامتحان وهو متضايق وبيقول معقوله ضيع وقتي واجازتي هنا على امتحان ناجح فيه. وبيبدا يحل وبيتلموا كلهم حواليه ومش مصدقين انه هيعيد الامتحان. بيقول لهم المدرس هعتبر ده غش، وبيرجعوا مكانهم. بيتوتر الطلاب ومش عارفين يحلوا علشان هاندا قاعد. بعدين بيكتب بسرعه وبيطلع صوت بالقلم عالي. بيبص عليه باقي الطلاب وبيقول ريو شكله بيطلع صوت علشان متعود يكتب بالفرشه. وبيقول داش طريقته في الكتابه مدهشه. وبيقول تسوتسوي اول مره اعرف ان عنده العاده دي. وبعدين بيقلدوا هاندا المزيف وبيقول من دلوقتي هكتب زيه. وبعدها بيقلدوه باقي الطلاب في طريقه الكتابه. بيكتب تسوتسوي وبيقول لنفسه مش عارف الاجابه صح ولا لا، بس مش قادر اوقف كتابه. بيقول المدرس هم مزعجين كده ليه النهارده؟ بينتهي الوقت وبيطلع الطلاب من الفصل وبيقابلهم ايزاوا وبيقول لهم عملتوا ايه؟ بيرد ريو وبيقول كان الامتحان ممتع، كنا بنحارب مع بعض مع هاندا. بيرد تسوتسوي وبيقول اول مره الاجوبه اكتبها بالسهوله دي. تاني يوم بتظهر النتيجه وبينجحوا كلهم. وبيقول ريو تسوتسوي لايزاوا ان ده بفضل تدريسك لينا. بيرد ايزاوا وبيقول الفضل برضه لهاندا اللي طلع الاجابات اللي جواكم. بيقول ريو كنت مفكر ان هاندا ما خدش المرتبه الاولى علشان مفضل شغله كخطاط على المرتبه الاولى، بس كنت غلطان. بيرد تسوتسوي وبيقول هو امتحن معانا في عاده الامتحان علشان ما يحسسناش ان احنا فشله. بيكون واقف وراهم هاندا وماسك ورقه الامتحان، سقط فبيرميها. وبيقول يوكيو لنفسه كالعاده فهموا تصرفات هاندا غلط. وبالنسبه لداش وهاندا المزيف سقطوا هما كمان. في المكتبه بنت قاعده على كرسي اللي بتكون امينه المكتبه وبتكلم نفسها وبتقول انا هيراميا بشتغل امينه المكتبه في فتره الغداء وبعد المدرسه، ومع رفض الشباب قراءه الكتب الايام دي فالمكتبه كئيبه قوي. كمان قطعوا ميزانيه شراء كتب جديده ودلوقتي المكان بدا يخسر نفسه. ورغم ان الوضع هنا صعب بس في سبب بيخليني افضل هنا، وهو هاندا امير اللي بيجي في نفس الميعاد كل يوم ويستلف كتب. بتعمل نفسها بصه في الكتاب وبتبص على هاندا وبتقول لنفسها يا ترى هو شايفني ازاي؟ اكيد بيقول عليا ممله ومنطويه. وبتقول لنفسها انا خجوله بس عايزاه يلاحظ وجودي واني بصرف فلوس علشانه. بيبص هاندا وبيقول في كتب جديده ومتهيالي نوع الكتب ده مفيش غيري بيقراه. وبتقول هيراميا لنفسها دي مني انا اشتريتها ليك وبعضهم نادرين علشان كده كلفوني فلوس كتير. ويا ترى شاف الكتاب الرومانسي اللي حطاه واحداثه بتدور على اروع طالب في المدرسه اللي حب امينه المدرسه الغبيه بيديها كتابين خدهم وما شافش الكتاب. بتقول كنت عارفه وعشان كده غلفت كتاب تاني اتمنى بعد ما تقراه تلاحظ وجودي. بيدخل بعدها طلاب وبيدوروا على هاندا وهم بيجوا المكتبه كل فتره بس علشان يدوروا عليه. بعدين بيوقعوا الكتب اللي هي حطاها لهاندا وبتروح لهم هيراميا وبتقول لهم اتعاملوا كويس مع الكتب دي غاليه اتعلموا من هاندا. بيقولوا لها ما كناش نعرف ان في حد هنا شكلك معجبه بهاندا. بتزعلهم وبيقول لها يوكيو باين عليكي. بتقول لهم ما تشبهونيش بباقي المعجبين، انا وهو القدر بيجمعنا وهيحصل بينا حب زي بتاع الافلام. بيقولوا لها بس الكتب دي قديمه. بيقول لها ريو لازم يبقى في هنا كتب عن الموضه لان هاندا انيق. بيرد تسوتسوي وكمان كتب عن الفنون القتاليه علشان هو قوي. بيقول لها ايزاوا وكمان قصايد، يلا بينا نحدث المكتبه مع بعض. بتزعلهم وتقول لهم ما تاخدوش قرارات لوحدكم، لازم يكون هنا كتب مناسبه للطلاب كلهم، ما تفكروش في مشاعركم قبل مشاعر الطلاب التانيين. بيشوف ريو الكتاب الرومانسي وبيقول لها ده لمين؟ بتقول له سيبه مالكش دعوه بيه انا مش حاطاه علشان اديهوله. بيرد عليها ايزاوا وبيقول لها لو انت خبيره في الكتب احنا عندنا خبره بهاندا. بيقول لها تسوتسوي سيب الموضوع لينا واحنا هنخلي المكتبه مناسبه لذوق هاندا. بتقول هيراميا لنفسها
وقتها لو افترضت انهم قريبين من هندا متهيألي انها هعتمد عليهم علشان يخلوا المكتبة مكان بيحبوا هندا. بيبدأ الطلاب محبين هندا يجمعوا الكتب علشان يحدثوا المكتبة ويحبها هندا اكتر. بيفاجئوا امينة المكتبة وبتبص وتتفاجئ وبتقول لهم بقت مدهشة ازاي جمعتوا الكتب دي كلها وانا اعطيتكم مبلغ صغير. بيرد ايزاوا وبيقول لها احنا طلبنا من طلاب الفصل ان كل واحد فيهم يتبرع بكتبه. بتقول لهم ده مدهش في كتب كتير. بيقول لها ايزاوا لما عرفوا انها لهندا ادوها لنا. بتقول لهم يا ترى هيجي هندا هنا اكتر من الاول بسبب الكتب دي. بيقول لها مش هندا بس اللي هيجي، الطلاب كلهم لما عرفوا ان المكتبه اتجددت هيجوا هم كمان. بيقول لها ايزاوا يلا وريني مجهودك. وبياخد الطلاب الكتب وبيقولوا لها هنستعير دول. بتقول لها ايزاوا هعمل كده لوحدي، عايزه حد يساعدني. وبيتزاحموا عليها وبتقول لهم بالترتيب. بيجي هندا وبيلاقي عدد كبير وبيقول لسه عندي وقت، هاجي في وقت تاني ارجع الكتاب وبيمشي. بتقول هيراميا لنفسها ومن اليوم ده المكتبه بقت مليانه طلاب وما بقتش ساكته ممله زي الاول، وانا كنت مشغوله طول الوقت بس انا بحب الكتب علشان كده كان الوقت ده بالنسبه لي حلو ومبسوطه. بيجي ايزاوا وبيقول لها بالتوفيق. بتقول له بسببك بقى المكان كده. بيقول لها ايزاوا مجلس الطلاب كمان قال انه هيرفع الميزانيه. بتقول له هيراميا بجد يعني هقدر اشتري كتب تاني؟ بيضحك ايزاوا وبيقول لها بقيتي خبيره في شغلك. بيقول لها واكيد هندا كمان كان عايز المكان يبقى كده عملها تاني. بترد وبتقول له بس هندا ما جاش هنا تاني من ساعه ما بقت المكتبه مليانه. بتخلص هيراميا الشغل ولسه هتقوم بتلاقي هندا جه وبتتفاجئ بانه بيكلمها وبتكون اول مره يكلمها فيها. بيقول لها الكتاب ده استعارته واللي جواه غير العنوان. افتكرت الكتاب اللي غلفته وبتساله عن رايه بالكتاب وبتقول له قريته. بيقول لها قريت شويه. بتساله طيب وحبيته؟ بيقول لها حبيت تقدير المراه لشغلها. وبتقول كنت عارفه. وبتبص له جامد وبتقول له من النهارده هجيب الكتب اللي تجذب باقي الطلاب ومش هجيب كتب الخطاطه ومفيش داعي تيجي هنا، متهيالي ده اخر كتاب ليك. وبتفكر انه كده هيبقى مبسوط. بيتصدم هندا وبيمشي. بيقعد في الارض وبيقول لصاحبه كوافوجي ما توقعتش من امينه المكتبه انها تقول لي ما جيش هنا تاني. بيقول له كوافوجي انت عملت ايه؟ بيقول له هندا يمكن علشان قلت لها ان الكلام المكتوب غير العنوان، يا ريتني ما قلت لها كده بس كنت مفكر اني لو سكت اللي هياخد الكتاب بعدي هيتورط برضه. بيقول له قصدك عن الكتاب الرومانسي؟ بيقول له هندا هو كان رومانسي؟ هي اصلا سالتني عن رايي في الكتاب وانا قلت لها رايك اللي قلته لي. انت انقذتني يا كوافوجي علشان قريته وقلت لي رايك. بيقول له كوافوجي وانا مبسوط اني فت. في المكتبه بنشوف هيراميا وهي بتقول مفيش داعي هندا يجي المكتبه هنا تاني، انا اللي هروح له. وبتضحك. بيقعد هندا وكوافوجي مع بعض بيشربوا الشاي وبيقنع هندا يطلع رحله المدرسه ويتعرف على صحاب. بيفكر هندا يروح ولا لا وبيقول لنفسه انا طالب عادي وما عنديش مواهب او مهارات ده اللي بيتقال عليا، بس اعرف واحد مميز ومعروف انه دايما ظاهر وهو ملك المدرسه لدرجه انه اخد عقلي إيشيتياما. كان واقف إيشيتياما مع طلاب حواليه وهم طلاب ثانوي بس في مدرسه تانية ولابسين ابيض. بيسالوه هنعمل ايه في الرحله؟ بيقول لهم ولا حاجه، اللي هنعمله هو اننا نستمتع بالرحله. بيقولوا هو ده إيشيتامي وما دام إيشيتامي موجود في الرحله هندا مش هيبقى ليه لازمه. وبيطلع القطار وبيقول تسوتسوي حاجه وحشه اننا في نفس القطار مع الطلاب صحاب اللبس الابيض. بيرد عليه ريو وخد واحده بيعزم عليه بتوفي. بيقول لباقي الطلاب مرروها بينكو دي مني. بيقول هندا لنفسه ده بجد يعني اقدر اخد واحده انا كمان ولا هيزعلوا وهم اصلا هيمرروها لي. بتيجي مايو بتعزم عليه وبياخد واحده وبيندهشوا كلهم وبيقول هندا ما كانش لازم اخد. وبعدين بيفتحها بيقول واحد من الطلاب كان لازم انا كمان اجيب حاجه، بس بعد ما بياكلها بيطلعها وبيمسكها في ايده. بيدخل مجموعه من طلاب الصف صحاب اللبس الابيض لغرفه القطار اللي فيه الطلاب التانيين. وقفت سوتسوي قدامهم وبيقول لهم دخلتوا هنا ليه؟ ده مش مكانكم. بيرد عليه واحد منهم واسمه بانشو وبيقول له هو انت الرئيس هنا؟ بيرد تسوتسوي وبيقول له انت جاي من انهي عصر بشعرك ده اللي عامل زي العواجيز؟ وفي نفس الوقت بيدور هندا على منديل يحط فيه التوفي اللي في ايده وبتتزحلق منه وتلزق في شعر بانشو. بيتنرفز بانشو وبيضرب هندا بوكس بس مش بيجي فيه ولسه هيضربه تاني. بيجي اتشياما وبيقول انا اسف يا طلاب مدرسه هاي الثانويه، انا اتشياما وبعتذر لكم عن تصرفات صاحبي. بيقول تسوتسوي باين ان اتشياما مش شخص عادي. بيرد ايزاوا بيقول شكله ملك مدرسه شيرو الثانويه. مدرسه هاي الثانويه معناها الثانويه الرماديه ودي المدرسه اللي فيها هندا. مدرسه شيرو الثانويه ومعناها الثانويه البيضاء ودي اللي فيها ايتشياما. بينزلوا في مكان الرحله وبيقول لهم المدرس دلوقتي انتوا حرين بس تاكدوا انكم هترجعوا الباص في الوقت المحدد. بيقول ريو لاصحابه يلا نجرب اليانصيب وبيقول لهندا هتشارك. بيقول هندا لنفسه عايزيننا نصرف الفلوس علشان نعرف حظنا بس انا لازم اشارك علشان يبقى عندي صحاب. بياخد كل واحد وبيطلع يوكيو وتسوتسوي وريو حظهم وحش. بيطلع لايزاوا ان حظه عادي وبيقولوا لهندا اكيد حظك ممتاز. بيفتح هندا الورق وبيتكلم حد من وراه وبيقول له حظ مشؤوم.
بيطلع الشخص اللي كان هيضرب هاندا في القطر وبيقول لهم اتقابلنا تاني، يلا احنا كمان نشوف حظنا وهنخلي ايتشياما هو اللي هيختار الاول، واكيد هيطلع حظه ممتاز مش زي بطلكم اللي حظه مشؤوم، وكمان هنخليه يختار لنا. بيردوا عليهم وبيقولوا له احنا هندفع تاني ونفضل ناخد ورق لحد ما يبقى الحظ ممتاز وهنجيب لهاندا الحظ الممتاز. بيرد ايتشياما وبيقول لهم هدف حلو. بيروح ايتشياما يقف مع هاندا وبيقول له شكلي في عركه هناك على ورق اليانصيب، مش المفروض تروح هناك وتحل الخلاف ده؟ بيقول له هاندا وليه لازم اروح؟ ده موضوع ماليش دعوه بيه، وبيمشي. بيقول ايتشياما لنفسه فهمت، هو الشخص مش بيتحمل المسؤوليه. بيجي الليل وبيروحوا يباتوا في فندق، وفي اوضه قاعد فيها بانشو واتنين تانيين ولد وبنت. بتقول البنت البانشو حاجه حلوه ان ايتشياما هو اللي يبقى قائد المدرستين، صح احسن من مطارده اتباع هاندا. بيرد الولد وبيقول تعقب هاندا فكره حلوه، شكلهم هيقعدوا في الدور اللي تحت وهو بيكون اغلى. بيقول بانشو بس احنا اتغلبنا عليهم لما قعدنا في الدور اللي فوق. هاندا في اوضته بيفتكر لما المدرس اداله اوضه خاليه ليه بحمام خاص. بيقول له هاندا اوضه مخصوصه ليا انا ليه؟ بيقول له ده علشان حمايتك. بيقول هاندا لنفسه هو كان مفكرني اروح ابص على البنات. بيسمع صوت دوشه فوق وبيقول شكلهم مستمتعين. بيجتمع محبين هاندا وبيقولوا هدفنا دلوقتي اننا نسلي هاندا. نفس الوقت كان بيحاول هاندا يسلي نفسه ويلعب بالمخده، وفتحت وطلع منها حاجات سودة مالت المكان، وراح محبين هاندا في اوضه هاندا لقوها متبهدله. قعدوا يلموا اللي وقع من المخده، بعدين ناموا معاه في نفس الاوضه. وهم نايمين في مكانهم بيقول لهم ريو جه في بالي سؤال، مش المبنى ده زي ما بيقولوا اتبنى من 580 سنه؟ بيرد تسوتسوي وبيقول له لو بتسالني فانا شايف ان المبنى جديد. بيقول له ريو يمكن عملوا له اعاده بناء، يعني مفيش اشباح هنا. بيقول له يوكيو بس الظاهر ان حصل معارك كتير هنا في كيوتو، صح؟ وممكن يكون اشباح القاده اللي كانوا هنا لسه موجودين مستنيين. بيقول له ايزاوا مستنيين ايه؟ بيرد يوكيو بيقول له مستنيين شخص معين ينفذ رغباتهم. بيسمعوا صوت خبط في الشباك فجاه، بيفتحوا النور ويفتحوا الشباك بيلاقوا حد عامل لعبه عروسه كبيره بالقماش وحوالين رقبتها حبل ومكتوب عليها كلام. بيسمعوا صوت الطلاب اللي في الدور اللي فوق وبيقول تسوتسوي الطلاب دول طلاب ثانويه شيرو. وبيقول لهاندا ايه رايك لازم نقتلهم. بيلاقوا هاندا نايم في مكانه ساكت. بيقول له ده نايم. بيقول ريو بصوا لهدوء في الموقف ده. بيقول له ايزاوا ده اللي لازم يكون عليه القائد، يلا ننام علشان نستعد لبكره. تصبحوا على خير. وبيناموا وهاندا بيكون اصلا ما اتحركش علشان خايف. تاني يوم بيقفوا محبين هاندا وبيقول لهم هاندا المزيف يلا نتصور وناخد صوره للذكرى كحلفاء هاندا. وبيتصوروا هم لابسين لبس ياباني. بيجي طلاب شيرو وبيقولوا بصوا هدومهم باينه اكتر من اللي لابسينها، احنا هنطهر اليابان. بيتكلم تسوتسوي وبيقول له ازاي تعمل بهاندا اللي عملته امبارح. بيقول له ايزاوا بس يا تسوتسوي لو عملت مشكله قائدنا ولسه ما كملش. بيضرب تسوتسوي ناتشو وبيجروا وطلاب شيرو بيجروا وراهم. في نفس الوقت بيتمشى هاندا وهو معاه خريطه وبيلاقي الزحمه. بيقول ايه الزحمه دي؟ بيلاقي ايتشياما وحوالي بنات كتير وبيقول لهم دلوقتي هنروح من هنا. بيقعد ايزاوا ويوكيو في قطار قديم وبيقول له هنعمل ايه دلوقتي يا ايزاوا؟ بيقول له اعمل نفسك ما شفتش حاجه وسيب تسوتسوي يطرد من المدرسه لوحده. بيرد عليهم واحد وبيقول لهم الوقت فات. بيطلع واحد من 3 من طلاب ثانويه شيرو وبيقول له ايزاوا انت ناكاماسا. بيقول له ناكاماسا انت فاكر اسمي؟ بيرد عليه ايزاوا بيقول له ايوه انا فاكر اسامي ال100 شخص الاوائل في الامتحانات التجريبيه. انت ناكاماسا اللي مرتبته 98 في الامتحانات، بس هاندا علمني ان مرتبه الانسان في الامتحان مش كل حاجه. بيقول له ناكاماسا دي طريقه حلوه وجديده بس مش هتخلصك من الموقف اللي انت فيه دلوقتي. بيقول له ايزاوا يعني ده يعتبر اعلان منك لحرب؟ طيب وايه القانون اللي بتستخدموه؟ بيقول له سقوط اليابان قريب زيو، وزيو او ريوما هو شخص اتهزم على ايد قائد في اليابان. بيقول له يوكيو هي ثانويه شيرو مش بتدرس غير على ريوما بس. بيقف ريوما على البنت اللي من ثانويه شيرو وبيقول لها بعد ما فضلت باصص لك شايف انك شيك. بترد عليه وبتقول له ما عنديش وقت ابقى تمثال لعرض الازياء زيك. بيقول لها ريو نعم تقصدي ايه؟ بتقول له في بنات تانيين الطف مني، انا جيت هنا ادور على واحد كان لطيف زي البنات وكان اسمه تسوتسوي، هو فين؟ بيقول لها اتبدل. في نفس الوقت كان بيتعارك تسوتسوي مع ناتشو وبيضربوا بعض. بيقف هاندا جنب البنات وبيتفرج على ايتشياما والبنات بيتصوروا معاه وبيبص له وبيشوف يوكيو من بعيد وبيقول انا حاسس ان هاندا عايز يتصور معاه. بيروح ايتشياما لهاندا وبيقول له تتصور معايا؟ بيرد هاندا وبيقول له ينفع بفرح. بيرد هاندا وبيقول له طبعا ينفع وبيدي ايتشياما لهاندا لبس وبيقول له البس زيي وبينادي يوكيو يصورهم. بيقول هاندا لنفسه ده بطل حقيقي وطيب. بيلاقي يوكيو بيناديه وبيقول له لازم ترجع اللبس اقلعه وبيشده. بيلاقي فيه البان لذ
بيزقوا ايتشياما في شعر هاندا علشان ينتقم منه ويرد له اللي عمله في القطار. وبيقول يوكيو لنفسه ايتشياما شخص شرير مش زي ما باين. بيتلم البنات حوالين ايتشياما وبيسالهم عن هاندا، بيقولوا له ما اتكلمناش معاه. ولما بيخرج مجموعه محبين هاندا بيسيبوا البنات وبيروحوا لهم. بيتضايق ايتشياما وبيقول لصاحبه سيبوني لوحدي. في نفس الوقت كان بيتمشى هاندا وبيبص في الخريطه وبيتوه ومش عارف يرجع. بيقابل قدامه ايتشياما واللي بيقول له وقت حلو اني قابلتك، كنت عايز اكلمك. يا ترى انت بتتعب كل يوم زي انا بتعب علشان اكون زي ما الكل متوقعني؟ الشهرة صعبة ولازم اكون دايما مميز. بيقول له يا هاندا هو الناس اللي حواليك بتشوفهم اعداء. بيقول له انا ما حسيتش بالضغط ده قبل كده. بيقول له ايتشياما انا مش عايز اسحبك لتحت، خلينا نتكلم زي الملوك، علشان كده قول لي ايه اللي بيضايقك، قول لي الحقيقة. بيبص له هاندا وهو مندهش وبيقول له اسف اني كلمتك كده، وبيمد له ايده وبيقول له ايه رايك نبقى اصحاب. في نفس الوقت بيدور صحاب هاندا عليه وبيلاقوه واقف مع ايتشياما وبيسمعوا كلامهم. بيرفض هاندا وبيقول له ما ينفعش نبقى اصحاب علشان ما بقاش مغرور، ما ينفعش اصاحب حد مشهور زيك وانت عندك صحاب كتير. بيقطعوا الكلام طلاب ثانويه شير وبيقولوا لايتشياما بتعمل ايه مع هاندا، ما ينفعش الملك يواجه العدو لوحده. بيقول ايتشياما انا فهمت هما بيحبوها على طبيعته، وبيقول لازم اصاحب باقي الطلاب. وبيقول للطلاب ما فيش حرب بين المدرستين، وبيعتذر لمدرسه هاي وبيقول لهم خلينا نتصالح وبيودعوا بعض. بعد كده بنشوف المدرس وهو بيعرف عن نفسه وبنعرف ان اسمه هو اوكاياما وهو مدرس في الفصل السابع للصف الثاني واللي معروف باسم فصل هاندا. وان يكون في فصلك حد مشهور زي هاندا بيخليك تتعرض لكلام كتير مش حلو، وتكون في اوضه المدرسين وحيد كمان. وانا مش هسمح لطالب انه ياثر على حياتي. والحاجه الوحيده اللي خلت الطلاب يحبوا هاندا هو انهم بطلوا يبصوا لنفسهم. بيقولوا المدير انه هيلغي حصه تشريح الضفدع علشان في اولياء امور كتير اشتكوا من الحصه دي. وبيعترض المدرس اوكاياما وبيقول له كنت متحمس للحصه دي. بيقول له المدير في طلاب كتير بتنتهي بيهم الحصه بانهم بيبقوا في العياده. بيقول له المدرس ده مش مهم، بس التشريح جزء من التعليم ولازم يشوفوا البطن والامعاء من جوه علشان يعرفوا شكل الاعضاء. بيقول له المدير لا وبيقفل الباب وبيمشي المدرس متعصب. بيدخل المدرس الفصل وبيبص لهاندا وبيقول له هاندا قال عايز يشوف التشريح، باقي الطلاب هيقلدوه، لازم اقنعه. وبيروح يتكلم معاه وبيقول له هاندا انت عايز تشوف التشريح صح؟ بيرد ايزاوا وبيقول له استاذ اوكاياما الدرس ده اتلغى بسبب الشكاوي. بيقول له المدرس ايوه بس ده درس مهم. بيرد ايزاوا وبيقول وانا كمان شايف انه مهم وما ينفعش يتلغي علشان شكاوي بعض الاولياء. بيرد المدرس ايزاوا وبيقول انا مبسوط ان عندي طالب عبقري زيك. بيقول ايزاوا لهاندا احنا ناخد توقيع الطلاب باننا نشرح. فبيرد المدرس بيقول له لو ساعدتنا يا هاندا هننجح. بيقول هاندا لنفسه بس انا مش عايز ومش هعرف اقول لا دلوقتي. بيقف ايزاوا وبيقول لهم لازم توقعوا الدرس مهم بس اكتر الطلاب مش موافقين. بيقول يوكيو احنا نخلي رئيس الفصل هاندا هو اللي يقرر، احنا هنسمع له. بيبص لهم هاندا وبيقول لنفسه لو قال لا هيقولوا عليه ضعيف. وبيقول لهم بحب اجرب الحاجات الغريبه. بعدها وقع كل الاولاد وبقى متحمسين علشان هاندا، بس البنات مش موافقين لان شايفين التشريح مقرف. بيخلي ايزاوا هاندا يقف قدام البنات علشان يقنعهم، بس هاندا بيقول له هم مش عايزين ما تجبرهمش. بيردوا البنات وبيقولوا بس لو هاندا عايز كده احنا موافقين نشرح. وبيبداوا حصه التشريح وبيدي المدرس لهاندا اكبر ضفدع كشكر، بس هاندا بيبقى مش عايز يشرح ورافض الفكره وبيقول لنفسه عايز اروح البيت. بيمسك هاندا الضفدع وبينادي عليه المدرس وبيتخض وبيوقع الضفدع وبيقع وبيتخبط وباقي الطلاب بيتفاجئوا وبيقع منهم الضفادع وبيجروا. بيبصوا لهاندا وبيقولوا له انت كويس؟ بيقول لهم وهو مغيب انا همشي انا مش عايز ابقى هنا. بيرد عليه وبيقولوا له انت ما كنتش عايز التشريح من الاول. وبيحس انه متعاطف مع الضفادع وبيقرروا يسيبوها. بيقفوا الطلاب عند النهر ويطلعوا الضفادع في الميه وبيقول تسوتسوي بقينا بنخلي هاندا يقرر عننا. بيرد ايزاوا وبيقول لو فضلنا كنا هنستسلم بعد كده للضغوط النفسيه. بيقول تسوتسوي لازم بعد كده نقرر اللي شايفينه صح حتى لو طلب مننا هاندا عكس كده. بيبص لهم المدرس وبيقول كنت عايز اعلم الطلاب الاحسان لما يشرحوا ويشوفوا الاعضاء، بس اتعلموا كده من غير اي تشريح. وفي نفس الوقت بيكون هاندا في العياده نايم على السرير بعد اللي حصل، بس بيطلع الضفدع لسه معاه وبيقفل على نفسه يكتمه وكان هيموت بسببه. بيعمل محبين هاندا جدول علشان يراقبوا هاندا وبيبقى دور ايزاوا، وكالعاده بيهرب هاندا وبيجري بسرعه فجاه ومش بيلحقوا وبيقول فهمت وبيروح المكان بتاعهم وبيقول لباقي المجموعه ان في حد بيطارد هاندا. بيقول لهم ايزاوا الشكل ده حصل قبل ما نراقب هاندا لان كل مره بيغير طريقه وبيهرب علشان اللي بيلاحقوا يتوه. وبيقرروا يراقبوا هاندا كلهم ويوصلوا للي بيطاردوا. وبيقول تسوتسوي انه هيضربه وبيقول ريو اخيرا هنكون مفيدين لهاندا. بيقسموا نفسهم فريقين لان هاندا بيمشي من طريقين وكل فريق بيمشي من طريق. بتظهر في الطريق وهم ماشيين ميو. بيقول يوكيو يبقى هي دي اللي بتطارده. بيرد ايزاوا وبيقول لا هي بتراقب هاندا وبتحميه من اي معجبه تمشي وراه واسمها الممحاه. في الطريق التاني
تاني بيشوف تسوتسوي شخص بيراقب هاندا وبيمشي وراه هو وريو، وبيلاقوه بيدخل مكان بيروحوا وراه بس بيحبسهم مع كلب ومش بيعرفوا هو مين. بتطلع ميو بتقول لهم انا عارفه الشخص ده، حاولت امسكه قبل كده كتير ومعرفتش، وبيقرروا يتحدوا علشان يلاقوه. في نفس الوقت بعد ما بيهرب منهم هاندا بيوصل للمقهى اللي هيقابل فيها كوافوجي، وبيعدي السور بيلاقي الطلاب واقفين بيتضايقوا وبيزعق وبيقول لهم انتوا بتمشوا ورايا ليه؟ بطلوا بقى، عملت لكم ايه هنا علشان تمشوا ورايا؟ انتوا ضايقتوني وضايقتوا صاحبي وقربت اخسر صاحبي الثمين بسببكم، امشوا ومش عايز اشوفكم قريبين مني تاني. وبيمشي. بيقول يوكيو لنفسه اول مره هاندا يقول اللي جواه، يا ترى الباقي بيفكروا في ايه دلوقتي؟ انا بتمنى يكونوا عرفوا انهم بيضايقوه طول الوقت. بيضحك ايزاوا وبيقول سمعت ده اللي بتطارد هاندا، احنا عارفين انك مستخبي بس هاندا اعلن عليك الحرب، بين نفسك. بيقول تسوتسوي وريو ده شرف لينا اننا نسمع الكلام ده، قال علينا صحابه الثمينين. وبيعملوا دايره وبيتفقوا انهم هيحموه. بيقابل هاندا كوافوجي وبيقول له اسف اتاخرت علشان كان في طلاب كتير بيمشوا ورايا، بس انا النهارده قلت لهم كل اللي جوايا. بيمشي يوكيو في المدرسه وبيقول له الطلاب صباح الخير، بيردوا عليه ويمشوا بسرعه، وبيسال نفسه انا عملت لهم حاجه؟ وبيروح لاصحابه وبيقول له تسوتسوي وشك كالعاده كئيب، بتعلم شويه من هاند. بيرد عليهم وهو بيبص وراه وبيقول انا حاسس اني متراقب. بيضحكوا. بيقول له ايزاوا مين ده اللي هيراقبك؟ وبيقول لهم انسوا الموضوع. بيدخل يوكيو الفصل وبيقعد مكانه، بيلاقي جواب على الديسك بتاعه وعليه قلب، وبيقول هو متفاجئ واضح انها رساله حب، انا يعتبر بتكلم قليل مع البنات بيحصل لي ده. وبيفتح الرساله ومكتوب فيها تعالى بعد المدرسه ورا صاله الرياضه. بيقول لنفسه دي رساله حب وممكن تكون حد بيضايقني برضه. بيروح لتسوتسوي وبيوريها له وبيقول له قلت اخد رايك. بيقول له تسوتسوي دي مش رساله حب، دي رساله تحدي. بيجي ايزاوا واللي كان بيسمعهم وبيقول له دي رساله من يوكي وهي بنت كويسه وهتكون لايقه عليك. بيحضر لها بطاقه عليها ورده وبيروح يقابلها. بترفضه وبتقول له كنت عايز اقول لك انك عادي وبطل تعتبر نفسك من فريق محبين هاندا، وبتسيبه وتمشي. بيكون صحابه مستخبيين وبيروحوا له وبيقولوا له انت كويس ما تسمعش كلامها. بيقول لهم انا اترفضت علشان واحد عادي وهي عندها حق، يعني اكيد مش هيحصل معايا زي ما بيحصل في الافلام. وبيسيبهم وبيطلع يجري وهو بيعيط. بيخبط في هاندا وبيقول له اسف. بيلاقيه ماسك زهور بيساله دول علشان تضغطهم. بيقول له هاندا لا مش هعمل زي البنات. بيديله يوكيو البطاقه اللي عليها ورده وبيشكروا هاندا وبيمشي. بيروحوا اصحابه محبين هاندا وبيقولوا له انت كويس، قلقنا عليك. بيمشي هاندا وهو فرحان وبيقول اخدت هديه، وبيبص فيها بيلاقي مكتوب جنب الورده انت مغفل، فبيتضايق. في مكان في المدرسه وهو نادي بيعمل مجله مدرسيه في 3 طلاب وهم فريق بيرسموا البنات الحلوه. وبيدخل ايزاوا وبيقول لهم مجلس الطلبه قرر يوقف التمويل ليكم. بيسالوه ليه؟ بيقول لهم ايزاوا علشان المدرسه مش هتمول نادي بيشتغل لمصالحه الشخصيه ولهواياته الفرديه. بيقول لهم ايزاوا لو عندكم ميزانيه كملوا عمل المجله. وبيسالهم مش بتبيعوا المجله ليه؟ بيرد عليه وبيقولوا له تقصد ان محدش بيشتري مننا؟ بيقول لهم قولوا لي طيب سبب وجود الكميه اللي هناك دي ايه؟ بيتعصبوا عليه وبيقولوا له الناس اللي بيقدروها بس اللي بيشتروها وهي مشهوره عند الاوتاكو وانت ما تعرفش صعوبه عمله. بيقول لهم ايزاوا انا متاكد لو هاندا موجود كشخصيه اساسيه في المجله هتتباع، بس انا مش عارف هيوافق ولا لا. بيقولوا له ازاي احنا مش بنرسم غير بنات بس؟ بيقول لهم ماشي العمال هيجي يشيلوا الحاجه الاسبوع الجاي علشان كده شيلوها. بيقعدوا ال3 يفكروا وبيقترح واحد فيهم وبيقولوا له دكتور، وبيقول لهم احنا نعمل قصه كوميديه لهاندا بس بنت. وبيقولوا له طيب ازاي هنعرف شخصيه هاندا؟ واحد مشهور زيه مش هيرضى يتكلم معانا. بيقول لهم الدكتور هو دايما وحيد علشان كده نخليها شخصيه ما عندهاش مشاعر. بيرد واحد تاني وبيقول لا هو معروف انه حنين علشان كده نخليه حنين زي الاخت الكبيره. وبيقعدوا يقولوا عنه مواصفات كتير وبيحتاروا. بيقرروا ان كل واحد فيهم يرسم المجله ويشوفوا انه الاحلى ويعرضوها. بيرسم الدكتور سايكو المجله وفيها لبس هاندا مش مناسب. بيتنرفز عليه الرئيس وبيضربه وبيقول له ما ينفعش تكون شخصيه هاندا كده. وبيعرض التاني مجلته وبيضربوا الرئيس وبيتنرفز عليهم وبيقول لهم ما ينفعش نشوه شخصيه هاندا كده. بيقول لهم انا بعد ما اتكلمت مع هاندا قعدت اسبوع علشان اعمل الشخصيه دي. وبيديهم الورق وبيكون راسم هاندا البنت بشخصيه البنت الطيبه واللي عندها اخلاق زي الملائكه. بيشوفوها ويتفاجئوا وبيقولوا له انت عبقري دي مدهشه. بيقرروا يشتغلوا على المجله علشان يخلصوها ويبيعوها في حفله المدرسه. بيقول لهم الرئيس بس لازم الاول ناخد موافقه هاندا. بيدخل هاندا اوضتهم علشان ياخد ورق اعاده التدوير ومش بيلاقي حد، بس بيلاقي الورق كله على الترابيزه وبياخده. وفي نفس الوقت بيروحوا ال3 علشان يتكلموا مع هاندا. بيقول لهم ايزاوا انه راح يجمع ورق اعاده التدوير من الفصول. بيروحوا هم وايزاوا علشان يدوا له الورق ومش بيلاقوه. بيطلعوا يجروا لان في المجله اللي عملوها لهاندا. بيروحوا ورا العربيه اللي جمعت الورق ومش بيلحقوها وبيلاقوا هاندا بيجري بسرعه وبيروح يجيب العربيه وبيشكر الرئيس هاندا. وبيدوروا على الورق وبيلاقوه
وبيطير الورق اللي راسمين فيها هاندا بلبس مش كويس، فبيتصدم هاندا. بتجتمع تينوجي مديرة مجلس الطلبة مع بعض الطلاب وبتقول لهم مهرجان الخريف الثقافي بيجي مرة كل سنة وهو مهم جدا ولازم نتعاون يا طلاب ونخليه احسن واضخم مهرجان. وقررت قرار جديد وهو اننا هنغير اسم المهرجان السنة دي علشان حماسنا يزيد، وهنسمي المهرجان مهرجان هاندا. وبتقول لهم ده مش مقصود بيه اسم هاندا، وبتقصد ان كلمة هان بالياباني يعني النص، ومعناه الاستمتاع بنص العمر، وده معناه حقول الرز، وده علشان نحترم اليابان والزراعة. ولسه بتكمل بيقاطعوها وبيقولوا لها دي مش حجة، ما ينفعش نسمي المهرجان باسم طالب معانا. وبيسمعهم ايزاوا اللي بيقرر يروح يقول لهاندا وبيقول لنفسه فصلنا هو اللي هيبقى باين في المهرجان السنة دي. بتتراجع المدير عن قرار اسم المهرجان وبيقرروا يسموا المهرجان احتفال سيشو، وبيقول لهم كده ايزاوا وبيقول الطلاب لبعض مش ده اسم قلم هاندا. بيرد واحد تاني وبيقول له لا ده اسم هاندا المستعار. بيقول لهم ايزاوا هنعمل كل اللي في ايدنا علشان ناخد جايزة احسن فصل، وبيسألهم عن رأيهم نعمل ايه في المهرجان. بيرفع ايده ري وبيقول له نعمل قهوة بنات. بيقول له يوكيو ده معناه ان هنلبس لبس بنات، فكرة حلوة ومجنونة. وبيقول كل واحد فيهم فكرته، مقهى بنات، مقهى قتال، روميو وجولييت، بيت الاشباح. وبيقولوا لازم نخلي الرئيس هو اللي يقرر، وبيسألوا هاندا وبيكتبوا له 3 خيارات وبيقولوا له اختار واحد منهم وخد وقت. بيتوتر وبيتكلم بصوت عالي وبيقول مقهى. بيردوا وبيقولوا له تقصد مقهى البنات؟ بيقول البنات ايوه كده، عايزين نشوف هاندا بلبس الفنانات. وبياخد وبيخاف هاندا وبيطلع يجري وبيقعد على السلم وبيقول لنفسه لازم اختار حاجه وبعدها امشي. بتيجي مديرة مجلس الطلاب وبتتكلم مع هاندا وبتسأله عن ايه اللي بيفكر فيه وفصله قرر هيعمل ايه ولا لسه. بيركز هاندا في تسريحة شعرها الغريبة وبعدها بتطلب منه يكتب شعار الحفلة بالشكل المزخرف وكلام تاني هيكون واجهة المهرجان. بتعتذر له انها هتطلب منه حاجة وبتقول له عادي تقدر ترفض، بس هو بيقبل. وبتفرح وبتقول له هقول التفاصيل لايزاوا وبتمشي. بيمشي هاندا وبيرجع الفصل وبيقول انا ليا حق اصوت وانا هختار الخط. بيفتح الباب وهو بيقول انا قررت. بيلاقي الفصل فاضي. بيجي ايزاوا وبيقول له احنا قررنا ندمج ال3 افكار وهنعمل مقهى روميو وجولييت. وبيلاقيهم شاطبين فكرة الخط وبيقول له ايزاوا شطبناه علشان مش كله شاطر في الخط زيك. بيزعل هاندا علشان شطبوا الخط وبيقول ايزاوا لهاندا من بكره هنطول الوقت علشان نعمل مجهود حلو. بيروح هاندا يقابل كاوافوجي وبيقول له كاوافوجي فصلي محدش صوت فيه علشان كده انا اخترت اننا هنعمل عرض خط. بيقول له هاندا يا بختك يا ريتني كنت مكانك. وبيضحك كاوافوجي. تاني يوم بيمشي هاندا طريقه للمدرسه بيقول لنفسه هيطولوا ساعات المدرسه علشان نشتغل على المهرجان، فيا ترى هتفاعل مع باقي الطلاب. بيلاقي مجموعه بيضربوا واحد وبيسرقوه وبيقف هاندا يستخبى وبيقول لازم اشوف حد يساعده. بيلاقي تسوتسوي جنبه بيشاور له وبيقول له يروح يساعده. بيروح تسوتسوي يضربهم وبيستغرب هاندا ان تسوتسوي كان مستني اشاره منه عشان يضربهم. بيقعدوا بعدها في الفصل وبيقعد هاندا يكتب وبيقول ايزاوا للطلاب انهم هيبداوا يعملوا اللبس علشان كده لازم يروحوا يقيسوا. وبيروحوا البنات وهم مبسوطين لهاندا وبيقولوا له انهم عايزين ياخدوا القياسات بتاعته. بيقول لهم ريو اشكروني انا لقيت محل هيتبرع لنا بكل القماش اللي محتاجينه علشان الازياء. بيقول ايزاوا كده ناقص بس نكتب قائمه الطعام وناخد الموافقه على بيع الاكل. بيقول لهم هاندا المفروض اعمل ايه؟ بيقول له ايزاوا ولا حاجه تقعد هنا الرئيس بيراقب بس. بيقول هاندا لنفسه بعدني عن الشغل وبيقعد زهقان وبتحط له 100 اكل وبياكلوا وبينام وبيمشي الطلاب وبيسيبوه بيصحى وبيقول كان لازم يصحوني. بيظهر المجموعه اللي كانت بتضرب حد في الشارع وعايزين يضربوا هاندا ولسه بيهجموا. بيطلع لهم تسوتسوي وبيضربهم. تاني يوم في المدرسه بيتدربوا على المسرحيه واللي كتبتها امينه المكتبه وبياخد كل واحد دور وبيعترض تسوتسوي على دوره وهو جولييت وبيقول له ايزاوا لازم تكون فيها كوميديا. بيسال هاندا عن دوره وبيقولوا له لسه لبسك ما خلصش اقعد هنا. وبيتضايق وينزل وبيلاقي الكتابه اللي كتبها الطلاب شايلينها وبينقلوها فبيفرح. بيكتب محبين هاندا اسمه على اللوحات اللي كتبها واللي اتعلقت علشان يعرف كله ان هو اللي كتبها. بيخلص الطلاب شغلهم وبيبدا كل فصل يجهز اللي عمله وبيعملوا المسرحيه وبيحضرها كاوافوجي اللي بيتفاجئ من القصه اللي عاملينها وبيقعد يتفرج على المسرحيه. وفي الاخر بيظهر هاندا وبيكون دوره هو الملكه اليزابيث اللي بتنقذ المدينه. وبيشوف هاندا كاوافوجي وبيقول انه بيبص لي بصه شفقه. وبيقوم هاندا وبيقول انا همشي وهغرق المدينه. بيعرضوا ال3 اللي في النادي وعملوا مجله هاندا وبيطبعوا 5000 نسخه وبيبيعوهم. وبيجي المجموعه اللي كانت عايزه تضرب هاندا وبيشتروا نسخه. بيطلع فريق هاندا يتمشوا وبيجي 3 بيقولوا لهم ان في طلاب من مدرسه كورو اللي جنبنا بيدوروا على هاندا. بيمشوا طلاب المدرسه يدوروا على هاندا وبيلاقوا هاندا المزيف بيحسبوه هو. وبعدها بيظهر طلاب كتير شكل هاندا وبيكونوا هاندا المزيف هو اللي عامل لهم مكياج وبيسالوه عن مكان هاندا. بيرفض وبيجي داش وبيقول لهم مكانه. في نفس الوقت بيدور فريق هاندا عن هاندا
طلاب مدرسه كورو مش بيلاقوهم. بيجي هاندا المزيف وداش وبيقولوا لفريق هاندا انه كشف مكان هاندا. بيكون هاندا قاعد في مكانه في المسرحيه ومستني الباقي يجوا. بيدخل طلاب ثانويه كورو وبيدوروا على هاندا اللي بيحسبهم زباين وبيستعد للدور. بيدخل المسرحيه فريق ثانويه شيرو، واللي بيلاقوا فريق كورو بيقولوا لهم طبعا جيتوا هنا تخوفوا حد، ده طبعكم. وبيجري فريق هاندا اللي عارفين ان ثانويه شيرو وكورو دايما بيتعاركوا، وبيبداوا فريق ثانويه شيرو وكورو بضرب بعض وبيتعاركوا. وبيدخل فريق محبين هاندا وفي نفس الوقت بيطلع هاندا واللي بيحسب ان ده وقت دوره في المسرحيه وبيقول لهم وقفوا القتال. وبيدخل تاني وبيقول لنفسه دخلت في الوقت الغلط. بيقول قائد شيرو هو كل ده، يا ترى بيقول علينا ايه دلوقتي؟ بيرد واحد من كورو بيقول احنا جينا ندور على هاندا علشان عايزينه يبقى القائد بتاعنا، لان كل اللي بيشوفه بيخاف منه واحنا من غيره ملناش لازمه وبنفكر ننضم لثانويه هاي. وبيجي الليل وبيخلص المهرجان وبيستنوا الطلاب علشان يعرفوا ان انهي فصل اللي فاز. بتطلع مديره مجلس الطلاب وبتهنيهم وبتقول لهم ان المهرجان السنه دي كان مميز. بعدين بيذيعوا عن جائزه احسن عرض وبيفكروهم ان التاج هيستلموا رئيس الفصل. بيقولوا بس الاول هنقول افضل نشاط للنادي. وبيفوز نادي رسم الفتيات وباعوا 5000 مجله وبيدوهم هديه تاج من الورق. وبيقولوا دلوقتي هنقول الفصل اللي فاز، والفصل هو الفصل السابع فصل هاندا. وبينادوا هاندا ويستلم التاج. بيقولوا انه حضر عرضهم عدد كبير وجهزوا المكان بطريقه حلوه. بيقول هاندا انا عارف هيعملوا ايه، بيجيبوا اكتر شخص بيكرهوه ودلوقتي هيقعدوا يتريقوا عليا. وبيطلع وهو متوتر وبتقول رئيسه مجلس الطلاب خد الخوذه فصلك مميز وعمل عرض حلو. بيطلع كوافوجي على المسرح وبيقول انا بعترض على الجايزه، فصلنا برضو قدم عرض حلو علشان كده انا عايز الخوذه. بتقول له الرئيسه انت بتعترض على قرار مجلس الطلبه، الخوذه دي لهاندا. وبتلبس هاندا الخوذه. بيقول كوافوجي طيب هي الهاندا يا هاندا مش احنا اصحاب، اديني الخوذه. وبيقف جنب هاندا وبيقول احنا اصحاب من زمان. وبيتفاجئ الطلاب وبيقولوا مستحيل وبيتعارك الطلاب مع بعض. بيقول كوافوجي لهاندا اديني الخوذه. بيقول له هاندا كده هيعرفوا اننا اصحاب وهيكرهوك زيي. بيقول له كوافوجي فصلهم كويس. بيلاقي هاندا انهم بينادوه باسمه وماسكين يفض باسمه. بيقول له كوافوجي انت مشهور وطول الوقت ده كنت محبوب ومش بيكرهوك، يلا بقى اديني الخوذه. بيقلع هاندا الخوذه وبيقول دي مش ليا. بيتفاجئ الطلاب بيقول لهم هاندا ومش هديها لكوافوجي، الخوذه دي بتاعتنا كلنا، احنا كلنا تعبنا ودي جايزتنا. بيقول ايزاوا زي ما قال هاندا، وهاندا كمان للكل وصاحب للكل. بيتصدم هاندا وبتطلع المديره منطاد خشب كبير على شكل هاندا وبتقول عملتها علشان كنت عارفه ان هو اللي هيفوز. بيقول له كوافوجي كله بيحبك. بيرد هاندا بيقول له مش انت اللي قلت له ان كله بيكرهني؟ بيقول له كوافوجي ممكن مش فاكر. بيولع مجسم هاندا وبيقول ايزاوا هاندا المولع جميل. بيتصدم هاندا وبيقول تسوتسوي زي ملاك النار. بيقول هاندا دلوقتي فهمت هما بيشوفوني ازاي. بيمشي هاندا تاني يوم في المدرسه وبيجي له كوافوجي وبيمشي معاه وبيساله هاندا اعمل ايه دلوقتي؟ بيقول له اتصرف على طبيعتك، وكله بيقول له صباح الخير. فهو بيبتسم وبيقول لهم صباح الخير. وبكده تكون انتهت حكايتنا النهارده. فقبل ما ننهي قصتنا لا تنسوا الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى اللايك والشير والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا استمر. ولو انت جديد في قناتنا اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. اشوف وشكم على خير.